ازيكم يا شباب تالتة ثانوي عاملين ايه؟ النهاردة هنحل مع بعض questions من كتاب عصير الكتب اللي هو فيه advanced questions، وهنحل بالظبط كده من Q1 لحد Q20 أول 20 سؤال. طيب احنا دلوقتي شغالين في أنهي بارت؟ قال لي فارادايز لو ولينز رول. طب تعالى كده نفتكر كده فاراداي وعم لينز دول كانوا بيقولوا لنا ايه كده ايه بسرعة نرفرش كده دماغنا. قال لي يا عم فاراداي كان بيقول لي إن لو أنا عندي كويل، تمام، والكويل ده متعرض لمagnetic flux density، عندي كويل بالمنظر ده كده ومتأثر بمagnetic flux density اسمها بي، تمام. قال لي الكويل ما بي يعني مش بيوافق ان المagnetic flux density اللي عليه تتغير momentarily. يعني ايه؟ يعني لحظيا. ما ينفعش كده يكون شايف بي واروح ساحبها منه مره واحده. فطب انا جيت اسحبها منه هيعمل ايه؟ قال لي مش هيقف يتفرج كده، هو بيمنع الموضوع ده. قال لي في induced EMF هتحصل عشان يمشي current، عشان الكرنت ده يعمل لي ايه؟ لو انا بسحب منه البي يعوض لي البي اللي بتتسحب دي، ولو انا بديله بي فبتوبوز البي اللي بديها له. هو لا عايز حد يزوده مره واحده ولا عايز حد ياخد منه مره واحده. كل حاجه ليها وقتها باحترام، تقف في طابورك كده تغير براحتك. طيب، وكان القانون بتاع فاراداي بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الاي انديوس الاي ام اف انديوست في الكويل بتساوي نيجاتيف، هي طبعا النيجاتيف دي تبع عم لينز بس هنكتبها في القانون، الان في الدلتا فاي، التغير في الفلكس على الدلتا تي. تمام تمام. والدلتا فاي اقدر افكها لايه؟ دلتا بي في ايه في كوزاين سيتا. تمام. لان انا الفاي ده هيحصل نتيجه ايه؟ قال لي يا هغير البي، هغير قيمه المagnetic فلكس دينستي، يا هغير الاريا، يا هغير الانجل اللي الكويل ده شايف بيها المagnetic فلكس، خطوط المagnetic فلكس، يا اما اغير الثلاثه. طيب شوف اول سؤال كده بيقول لنا ايه. بيقول لي the opposite figure shows a rectangular metallic loop moving in the plane of the page perpendicular to a uniform magnetic field. تمام، يعني هما بيتحركوا في الدايركشن ده كده وعليهم magnetic field perpendicular على البيج. بيقول لي in which of the following positions من الأربعة اللي قدامي دول does no induced current generate in the loop، اللي مش فيهم induced current. طيب نشوف كده الكويل اللي هو في بوزيشن ايه ده، لو حركته يا دوبك هحركه كده، ده هو كانت الحتة دي بس اللي شايفة ايه؟ اللي شايفة magnetic field، تمام. فكانت حتة الاريا الصغنطوطة دي اللي شايفة magnetic field، لما زقها لجوه هيجي مثلا يبقى هنا، تمام، هيبقى بالمنظر ده كده، فتبقى الحته دي كلها اللي شايفه ماجنتيك فيلد. فكده هيحصل دلتا فاي ولا لا؟ قال لي هيحصل دلتا فاي. ليه؟ هي البي ثابته مش هتتغير، بس الاريا اللي شايفه البي هي اللي هتتغير. احنا قلنا اي تغير في الثلاثه دول هيعمل لي على طول ايه؟ تغير في المagnetic فلكس، فيعمل لي على طول تغير في الايه؟ يعمل لي على طول ايه؟ يعمل لي induced اي ام اف. وطبعا عشان انا كلوزد لوب فالانديوزد اي ام اف او الانديوزد فولتج هتولد ايه؟ كارنت. طيب يبقى ده هيحصل فيه انديوزد كارنت، يبقى مش هختاره ليه؟ هو عايز النو انديوزد كارنت. طيب بوزيشن 2 قال لي نفس الكلام زي فوق، هو كان شايف الحته دي كده، فلو حركته مثلا جه كده، فبرضه بدل ما الاريا دي اللي بس اللي تبقى شايفه المagnetic فيلد، قال لي الاريا دي كلها تبقى شايفه المagnetic فيلد، فحصل تشينج في الاريا فهيحصل تشينج في المagnetic فلكس، فهيحصل ايه؟ انديوز اي ام اف، فهيحصل انديوز كارنت. طيب انما 3، قال لي 3 كانت الاريا دي كلها اللي شايفه المagnetic فيلد. طيب حركتها مثلا جت هنا كده، بقت بالمنظر ده كده، فبقت الاريا دي كلها اللي شايفه ماجنتيك فيلد. طب ما هو قبل كانت الاريا كلها شايفه الماجنتيك فيلد وبعد الاريا برضو كلها اللي شايفه الماجنتيك فيلد، هل حصل تغير في الاريا اللي شايفه الماجنتيك فيلد؟ قال لي لا، الاريا كلها كانت شايفه الماجنتيك فيلد، بعد كده الاريا كلها بقت شايفه الماجنتيك فيلد، ما حصلش اي تغير في الايه؟ في الماجنتيك فلكس ده. طيب يبقى ده معايا هختار لان هو عايز نو انديوزد كارنت، ماشي، يبقى 3 معايا. طيب عم فور ده، قال لي عم فور علم لي كده على الاريا اللي شايفه ماجنتيك فيلد اهو، نعملها بالاحمر مثلا، هي الحته دي كده، كانت دي الاريا اللي شايفه. طب بعد ما حركوا حته كده يجي لي بالمنظر ده كده، قال لي هي برضو نفس الحته اللي فوق دي هي اللي شايفه الماجنتيك فيلد. هل الاريا اللي شايفه الماجنتيك فيلد اتغيرت؟ قال لي لا،
ما اتغيرتش، ده هي نفس الحته اللي شايفه. انا ما يهمنيش بقى ان اصل مش الاريا كلها اللي شايفه ماجنتيك فيلد، انا يهمني الاريا اللي كانت شايفه ايا كانت هي قد ايه من الكويل، نصها تلتها بالطول بالعرض ما يهمنيش. هل في تغير، حاجه اتغيرت؟ قال لي لا، الاريا كانت الحته اللي فوق دي كده، تمام، ولما حركته بقت نفس الاريا الحته اللي فوق دي كده هي اللي شايفه الايه، هي اللي شايفه الماجنتيك فيلد. فما حصلش تغيير في الاريا، فمش هيحصل تغيير في المagnetic فلكس، فمش هيحصل induced EMF. يبقى 4 هي كمان معايا في الايه، في اللي هي نو induced current. يبقى اختار له بوزيشن 3 و 4، الاثنين دول اللي مش هيحصل فيهم induced EMF. question 2 بيقول لي عندي rectangular coil consists of كام 4 turns. يبقى اكتب له كده الجيفنز عندي على جنب، ادي ال N كانت ب 4 is placed perpendicular to a uniform magnetic field. ماشي، كان محطوط perpendicular يعني المagnetic flux اللي شايفها الكويل ايه؟ قال لي دي الماكسيمم. ليه؟ عشان الثيتا انهي اللي هي في قانون المagnetic flux بكام؟ قال لي بزيرو. طيب يبقى الثيتا كانت بزيرو، وعندي الفاي ماكسيمم عشان هو في البربنديكولار بوزيشن. بيقول لي the magnetic flux cut by the coil is كام 0.3 ويبر. يبقى دي كام؟ قال لي دي اللي شايفها الكويل اللي احنا قلنا سميناها فاي ماكسيمم، بتساوي كام 0.3 ويبر. بيقول لي if two turns are bent within 0.6 second. ماشي، انا عندي دلتا تي بتاعت ايفنت حصل، انا مش فاهمه دلوقتي بس اهو كتبتها على جنب. to become parallel to the magnetic flux lines as shown in the figure 2. عايز الفاليو بتاعت الانديوزد اي ام اف ان ذا كويل. ده هنا ايه اللي حصل؟ قال لي ده في الكويل لف اهو، بدل ما كان في البربنديكولار بوزيشن بقى في البارالل بوزيشن. بس هو في حاجه غريبه، هو اللي لفه تو تيرنز بس مش فور زي ما انا متعود. انا كنت متعود ان الكويل كله بيلف، انما ده دلوقتي تو تيرنز بس اللي لف. قال لي مش مشكله، كأن عندك كويلين، تمام. عندك اول كويل اهو consists of كام 2 turns، وتاني كويل اللي لف ده 2 turns. يبقى مين اللي هيحصل فيه تغير؟ هو انا عم فرادي كان بيقول ايه؟ كان بيقول لي الاي induced بتساوي نيجاتيف ان الدلتا فاي على الدلتا تي. وقلنا الدلتا فاي دي كانت بتبقى نتيجه يا دلتا بي غيرت المagnetic فلكس density، او غيرت الايه الاريا اللي شايفه المagnetic فيلد، او غيرت الايه الثيتا بتاعت الكويل، لفيت الكويل. ماشي، هو هنا البي هتتغير؟ قال لي لا، البي ثابته اهي، البي هنا كانت بي وهنا بي زي ما هي، المagnetic فلكس density ما جابليش سيره انها تتغير، يبقى كونستنت. طب الاريا، هي الاريا بتاعت الكويل اتغيرت؟ قال لي لا، ما اتغيرتش زي ما هي. طب السيتا اتغيرت؟ قال لي اه اتغيرت، السيتا هي اللي اتغيرت، بس خلي بالك ده السيتا اللي اتغيرت بتاعت ايه؟ بتاعت تو تيرنز بس. مش مشكله، كأن عندي تو كويلز، ادي الكويل الاولاني وموصله بالكويل التاني كده، تمام. انا هتخيل المساله كده يعني، لفيت الكويل التاني والكويل الاولاني زي ما حصلش فيه حاجه، يبقى يحصل لي ايه؟ اي ام اف انديوسد فين؟ على الكويل التاني. يبقى بكل بساطه هشتغل على التو تيرنز بس اللي حصل عليهم تشينج. ما هو الاي ام اف بتنديوز امتى؟ قال لي لما نمبر اوف تيرنز معينه انا عايز اغير المagnetic فيلد اللي عليهم مره واحده، فالنمبر اوف تيرنز دول بيقولوا لي ما ينفعش، احنا ماشي فينا magnetic flux density بقيمه معينه، او احنا شايفين magnetic فيلد بقيمه معينه، فما ينفعش تغيره لحظيا. انت عايز تزود، هنعمل لك اوبوزنج ماجنتيك فيلد. عايز تنقص مننا، هنعمل ايه؟ هنعمل دايركت ماجنتيك فيلد يدعم الحاجه اللي بتنقص مننا، انما انا مش هتغير لحظيا. طب مين النمبر اوف تيرنز اللي اتطبق فيهم الكلام ده؟ قال لي انت عندك تو نمبر اوف تيرنز قاعدين ما حصلش فيهم اي تغيير، مش هيحصل لهم، محدش جه جنبهم. انما هاخد التو تيرنز دول اللي ناحيه اليمين، هم دول اللي هيحصل فيهم تغيير، يبقى دول اللي هيحصل فيهم ايه؟ انديوز اي ام اف. ماشي، يبقى انا الان اللي هعوض بيها في القانون هنا بكام؟ ب 2، عشان دول اللي هيحصل عليهم تشينج. طيب يلا اروح كاتب القانون بتاعي، الاي انديوس بتساوي النيجاتيف النمبر اوف تيرنز، احنا قلنا هنعوض ب 2 عشان هما دول اللي اتغيروا، في الدلتا فاي انا بفكها لايه؟ لدلتا بي اي كوزاين سيتا. طب احنا قلنا مين اللي كونستانت مش هيتغير فهنخرجه بره الدلتا؟ قلنا البي والاريا. يبقى البي والاريا هيخرجوا كده معززين مكرمين،
وانزل الدلتا على الايه، على الكوزاين سيتا، هي اللي هتتغير. الدلتا معناها تشينج، التشينج حصل في السيتا. تمام. واروح عامل ديفايدد ايه، الدلتا تايم اللي هو 0.6. طيب البي والاريا معايا، قال لي اه معاك، مش انت معاك الفاي ماكسيمم؟ اه. طب ما الفاي ماكسيمم ده كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي الماجنتيك فلكس دينستي مضروبه في الاريا. يبقى اقدر اشيل البي في الايه واحط مكانها ايه؟ احط مكانها الفاي ماكسيمم اللي هي ب 0.3. طب والدلتا كوزاين سيتا؟ قال لي اي دلتا بتساوي الفاينل ماينس الانيشال، او ال2 ماينس ال1. يعني هقول له كوزاين سيتا 2 ماينس كوزاين سيتا 1. طيب سيتا 1 كانت بزيرو، ليه؟ كانت التو تيرنز دول بيربنديكولار، فالسيتا اللي ما بين النورمال والمagnetic فلكس او المagnetic فيلد كانت بزيرو. طب لما بقت باراليل، قال لما تيجي ترسم النورمال كده هتلاقيه عامل سيتا ايه، سيتا 90. النورمال بقى بيربنديكولار على الايه، على المagnetic فلكس لاينز، فالسيتا 2 بكام؟ ب 90. يبقى هشيل السيتا 2 دي واحط مكانها 90، والسيتا 1 هشيلها واحط مكانها 0، وارص له الكلام ده على الكالكوليتر. فلما ارص له على الكالكوليتر تطلع الاي انديوز بكام؟ تطلع ب 1 فولت. فين دي في الاختيارات؟ اهي اللي هي تشويس بي. question 3 بيقول لي الاوبزيت فيجر فيه تو كويلز، كويل اكس وكويل واي with the same number of turns. تمام، يعني ال NX equal ال NY equal N انا مش عارفها. بيقول لي submerged، معرضة يعني in a uniform magnetic field with magnetic flux density B. الاتنين شايفين نفس المagnetic flux density اللي اسمه B. جميل. يبقى برضو ال BX equal ال BY equals ال B. بيقول لي knowing that the ratio of the surface areas of the coils is A 4/1. ال AX على ال AY equals 4/1. ماشي يا سيدي. بيقول لي when the magnetic field that affecting the coil vanishes. magnetic field اللي هي الدنسيتي بتاعتها بي هت ايه، هتفانيشز، يعني هتبقى ايه، يعني هتبقى بزيرو. يعني البي 2 اكس equals البي 2 واي equals كام؟ equals 0. هتفانيش على الاثنين. عايز الريشيو اوف ذا افريج induced electromotive forces of the coils. طيب اكتب اللي هو عايزه الاول حاجه كده. يبقى الاي induced في الواي على الاي induced في الاكس equals، واشد سطر كده. هي الاي induced اللي في الواي بتساوي ايه؟ قال لي بتساوي نيجاتيف ان دلتا فاي على دلتا تي. تمام. واللي في الاكس قال لي نيجاتيف ان دلتا فاي على دلتا تي. وهنا هتبقى ان واي، هنا ان اكس، هنا دلتا فاي واي، وهنا دلتا فاي ايه، اكس. طب ليه ما قلتش دلتا تي واي ودلتا تي اكس؟ تعالى يا عم نعملها دلتا تي واي ودلتا تي اكس ولا يهمك. طيب اول حاجه ان النمبر اوف تيرنز انا عارفها ان هم ايه، ايكوالز. الاثنين ايكوال يبقى الاثنين هيكنسلوا بعض، وادي النيجاتيف كمان طار مع النيجاتيف. طيب بالنسبه للدلتا تي التايم، قال لي ما انت عندك تايم، هو قال لي ايه، الماجنتيك فيلد فانيشز. فانيشز في تايم قد ايه؟ ما اعرفش. فانيشز في تايم دلتا تي، والدلتا تي ده فانيشز على الاثنين. يعني هو ما قاليش انا شلته من على الواي بعد كده شلته لا، هو الماجنتيك فيلد الاثنين شايفينه اتشال مره واحده، يبقى الدلتا تي في الاثنين قد بعض، يبقى هكنسل الدلتا تي هنا والدلتا تي هنا. طيب كلام جميل. اتبقى لي ايه؟ اتبقى لي ان الاي انديوزد في الواي على الاي انديوزد في الاكس بتساوي الدلتا فاي اكس على الدلتا فاي واي. ماشي، يبقى نمسح كده ونظبط لنفسنا الكلام ده. الدلتا فاي احنا قلنا هتحصل نتيجة ايه؟ يا هتحصل نتيجة دلتا بي، يا نتيجة دلتا ايه، يا نتيجة دلتا كوزاين سيتا. طيب أسأل نفسي هنا في المسألة هو ايه اللي حصل؟ هو مين اللي اتغير؟ قال لي ده المagnetic فيلد فانيشز، يعني الدلتا بي دي اتشالت خالص. هل الاريا اتغيرت؟ لا، ما جابليش سيرة الاريا انها اتغيرت، يبقى الاريا هتطلع بره. طب السيتا اتغيرت، يعني هم كانوا عاملين انجل كده مع المagnetic فلكس، مع المagnetic فيلد كده. هل السيتا دي اتغيرت؟ قال لي لا، يبقى هي كمان هتطلع بره. انما ايه اللي هيتغير؟ قال لي البي. يبقى طلع كده الاريا، يبقى اقول له اريا واي في كوزاين سيتا واي. ومين اللي هيتغير؟ قال لي البي. تحت نفس الكلام هخرج الاريا بتاعت الاكس
كوزين الثيتا بتاعت الاكس بره الدلتا، واتبقى لي ايه؟ اتبقى لي دلتا بي، هنا دلتا بي واي ودلتا بي اكس. ماشي، افك بقى الكلام ده واعوض. الاريا واي على الاريا اكس معايا؟ قال لي اه، بس خلي بالك انت معاك الاريا اكس على الاريا واي، انت عايز ايه؟ انت عايز الواي فوق والاكس تحت، يبقى همسك الرقم ده شقلبه، بدل ما هو 4 اوفر 1 هخليه 1 اوفر 4، واروح معوض بيه هنا، واروح شايل له كده الاريا واي على الاريا اكس، واكتب كام؟ 1 اوفر 4. طيب كوزين سيتا واي، هو انا هنا انهي سيتا؟ دي السيتا بتاعت الفلكس، اللي هي الانجل ما بين النورمال والماجنتيك فلكس لاينز. طب هو هنا مديني الانجل ما بين ايه؟ قال لي ده مديني الانجل ما بين الكويل نفسه والماجنتيك فلكس لاينز، فكنا بنعمل ايه في الانجل دي؟ قال لي كنا بنعمل 90 ماينس السيتا، انهي سيتا؟ اللي هي ما بين الكويل وما بين الماجنتيك فلكس لاينز. فلما اعمل 90 ماينس سيتا كده جبت انهي انجل؟ قال لي كده جبت الانجل اللي حضرتك عايزها، اللي هي السيتا اللي ما بين النورمال وما بين ايه؟ الماجنتيك فلكس لاينز. النورمال اهو، طب نديله الرمز ده كده. ماشي؟ ماشي. فكده السيتا واي، احنا عايزين سيتا مش عايزين الفاي. كده السيتا واي ايكوالز كام؟ 90 ماينس الانجل اللي عاملها الكويل اللي اسمه واي مع المagnetic فلكس لاينز، 90 ماينس 30 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 60. دي اللي هعوض بيها في القانون. طيب بالمره السيتا اكس بكام؟ قال لي 90 ماينس الانجل اللي عاملها لي الكويل مع المagnetic فلكس لاينز، 90 ماينس 60 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 30. جميل، عايز تعملها كده اعملها، مش عايز روح اعمل لي كده نورمال على المagnetic على الكويل، ونورمال هنا على الكويل. وانت هنا عايز ايه؟ قال لي انت عايز هنا الانجل اللي ما بين النورمال ده والماجنتيك فلكس لاينز، وما بين الخط ده كده. نفس الكلام هنا، انت عايز الانجل دي. طيب ما انت عارف ان الانجل دي كلها 90، خدت منها 30 يبقى لي هنا 60. الانجل دي كلها 90، خدت منها فوق 60 يبقى لي الانجل اللي انا عايزها 30. طب ما ده نفس الكلام اللي احنا طلعناه تحت. ايا كان الابروتش، طالما انت فاهم هتعرف تحل اي حاجه. فهنا هشيل السيتا واي واكتب كوزاين كام؟ كوزاين 60. وتحت هشيل السيتا اكس واكتب كام؟ قال لي هتكتب 30. ماشي. الدلتا بي واي هي بي واي 1. لو احنا قلنا ايه دلتا بتبقى سوري 2 ماينس الايه؟ ماينس 1، يبقى بي واي 2 ماينس بي واي 1. تحت نفس الكلام بس هتبقى بي اكس 2 ماينس بي اكس 1. طب البي واي 2 والبي اكس 2 الاثنين بكام؟ الاثنين بزيرو. ليه؟ ده الماجنتيك فيلد فانيشز بقى بزيرو. كنا كاتبينها هنا كده اهي، كنا كاتبينها هنا اهو، بقت بزيرو لما قلنا فانيشز يبقى زيرو. طب وفي الاول كانت بكام؟ قال لي في الاول كانت ببي، الاثنين قد بعض ببي اهي، بي اكس قد البي واي بكام؟ ببي. يبقى احط له هنا 0 ماينس البي. 0 ماينس البي بنيجاتيف بي، و0 ماينس البي بنيجاتيف بي. يبقى عندي نيجاتيف بي فوق ونيجاتيف بي تحت هيطيروا مع بعض. اتبقى لي ايه؟ اتبقى لي 1 مضروبه في كوزين 60 اوفر 4 مضروبه في كوزين 30. ارزع الكلام ده كده على الكالكوليتر واشوف هيطلع معايا بكام. طلعت معايا الكالكوليتر بالرقم ده كده روت 3 اوفر 12. وخلي بالك من حاجه عشان ما تطلعش معاك ماس ايرور على الكالكوليتر وانت بتعوض، لما تيجي تكتب الانجل بتاعت الكوزين اقفل البراكت بتاعها، وتحت برضو اقفل البراكت بتاعها. يبقى الكوزين او الساين او اي تريجونومتريك فانكشن لما تيجي تكتبها على الكالكوليتر في فراكشن في ديفيجن كده لازم تقفل البراكت بتاع الانجل، يا اما هتديك ماس ايرور. طيب question 4 بيقول لي عندي سولنويد with 50 turns، يبقى عندي ال n ب 50. بيقول لي الاريا اوف 1 turn is بالرقم ده كده. الاريا بتاعت، يعني لو رسم السولنويد بالمنظر ده كده، فتبقى الاريا دي كده اللي هي الاريا بتاعت الكويل، اداني بكام؟ 100. بس اخد بالي دي سنتيمتر سكوير، فمحتاج اضربها في كام؟ في 10 باور نيجاتيف 4 عشان احولها لمتر سكويرد. بيقول لي is placed in a uniform magnetic field with a flux density B as represented in the figure. اهو الفيجر ده كده. بيقول لي الجراف ده shows the change in the magnetic flux density. لا نبروز بقى ايه الحته دي كده. هو بنفسه غششني، هو مين اللي هيتشينج؟ قال لي البي. ماشي، يبقى انا في الدلتا فاي اللي عندي احنا قلنا ثلاث حاجات هما اللي ممكن يتغيروا، يا البي يا الاي يا الكوزاين سيتا لما السيتا تتغير. هو بنفسه غششني ان البي هي اللي هتتغير، دي اللي هيبقى عليها الدلتا.
جميل جميل. يبقى دول كونستانت وهيطلعوا بره ولا لا؟ قال لي يبقى دول كونستانت وهيخرجوا بره اللعبه. ماشي. affecting the solenoid in the time t. ماشي، يبقى ده الجراف اللي بيبين لي التشينج. واضح كده ان هو كان بادئ بكام عند تايم 0، كان بادئ ب 5، بعد كده تشينج لحد ما بقى بكام 15، وعندي التايم ده اهو. يبقى معايا دلتا بي على دلتا تي. تمام، يبقى الجراف ده اجيب منه دلتا بي على دلتا تي. طيب اكتب القانون بتاعي عشان ما توهش منه. هقول له الاي انديوس اللي حضرتك عايزها بتساوي نيجاتيف النمبر اوف تيرنز دلتا فاي على دلتا تي. واحنا طالما حددنا ايه اللي بيتغير وايه اللي ثابت كده المساله اتحلت، عشان ما اقعدش اتوه منه. انا لو حددت ايه اللي بيتغير كتبت القانون بتاعي صح، عرفت هجيب ايه. ما حددتش هقعد الف منه وهلاقي رسمه وجراف انا حددت خلاص انا عايز اجيب مين، انا عايز اجيب الدلتا بي، وباقي الحاجات هتطلع بره كونستنت. طيب يبقى دي النيجاتيف ان، قلنا الاريا والكوزاين سيتا هيطلعوا بره كونستنت، بره اللعبه. ماشي. مين اللي جوه الدلتا؟ قال لي البي، وتحت الدلتا تي. الدلتا بي على الدلتا تي هنروح نجيبها من ايه؟ من الجراف، اركنهم على جنب. يبقى انا عايز اعرف مين؟ قال لي عايز اعرف النمبر اوف تيرنز. معاك؟ قال لي اه معايا. الاريا معاك؟ قال لي اه معاك. ناقص تعرف مين؟ ناقص تعرف الثيتا. ماشي. هي الثيتا هي انهي انجل؟ قال لي خلي بالك دي الثيتا بتاعت الفلكس، فدي الانجل اللي ما بين النورمال وما بين المagnetic فيلد. ماشي. فانا لو جيت عملت زوم كده على الحته الجميله دي كده، تمام، واخد نمبر اوف تيرن واحده بس، مش لازم اخد كله. انا عايز ايه؟ هي اصلا الانجل ما بين الاريا النورمال على الاريا، فانا الاريا اهي بتاعت الفيس ده كده، فكان عندي الكويل بالمنظر ده كده اهو، وادي النورمال، واخد خط واحد بس من المagnetic فيلد اهو، ادي خط كده، وهو مديني الانجل دي ب 37. ايه ده؟ طب ما هو مداني جاهزه، هو كده حليل المساله، ده مش هروح احسب حاجه اهو، مديني الانجل اللي ما بين ايه؟ ما بين البربنديكولار على الاريا والمagnetic فيلد لاينز ب 37 على طول، مش محتاج اروح احسب حاجه. يبقى اداني السيتا ب 37. يبقى اروح افك بقى ايه القانون ده كده، ادي النيجاتيف ان يعني نيجاتيف 50، واشد خط كده، الاريا 100 مضروبه في 10 باور نيجاتيف 4، كوزاين الثيتا هو غششها لنا ب 37. الدلتا بي احنا قلنا اي دلتا بتتفك لايه؟ لبي 2 ماينس بي 1. طب الدلتا تي قال لي هتفكها برضو بنفس الطريقه، تي 2 ماينس تي 1 ايكوالز. طيب كنا بنقول ايه؟ فكرني كده. ماشي، احنا اهو عندنا البي 2 ماينس البي 1 والتي 2 ماينس التي 1. هروح بقى للجراف وهو ده اللي هيجيب لي البي والتي. طيب انا الجراف بيبدا منين؟ مهم اكون عارف المعلومه دي عشان ما توهش منه في الجراف. قال لي الجراف بيبدا من الاوريجين وبيتحرك ناحيه اليمين. طيب انا كنت بادئ اهو من عند الاوريجين بكام اهو، الخط مرسوم منين؟ هل الخط مثلا مرسوم من هنا او مرسوم من هنا؟ لا، الخط اهو مرسوم، دي بدايه الخط اهي، ده 1، ودي اخر نقطه في الخط 2. تمام تمام. طيب عند النقطه 1 اللي هي البدايه، كانت البي 1 بكام اهو؟ عايز البي، ابص على الايه الواي اكسس عشان هو اللي مرسوم عليه البي. يبقى البي 1 كانت بكام؟ ب 5 اهو، هو واقف عند ال 5 بس 5 كده واسكت؟ لا، يبقى اتضحك عليا. دي 5، وهو قال لي لما تاخد البي اضربها في 10 باور نيجاتيف 2. يبقى لما تاخد البي من على الواي اكسس اضربها في كام؟ في 10 باور نيجاتيف 2، هو اللي قال لي. يبقى اضربها في 10 باور نيجاتيف 2، واليونت بتاعتي قال لي هي تسلا. طيب التايم قال لي انزل على الاكس اكسس، وانت عند النقطه اللي انت سميتها 1 البدايه بتاعتك كانت التايم بكام؟ قال لي كانت تي 1 بزيرو، ده عند الاوريجن اهي كده. طبعا مش هقول بقى زيرو هضربه في 10 باور نيجاتيف 2، خلاص هو بزيرو، بس هو برضو قال لي ان اي تايم تاخده لازم تضربه في 10 باور نيجاتيف 2 ويبقى معاك بالسكند. طيب اروح للنقطه 2 اجيب منها البي 2 والتي 2. اخر نقطه اللي هي ال 2 كانت البي عندها بكام؟ قال لي عشان تجيب البي لازم تبص على الواي اكسس. هلاقي الواي اكسس بيقول لي انا كنت في 15 وما انساش اضرب في 10 باور نيجاتيف 2 واليونت بتاعتي تسلا. طيب التي 2 قال لي هتنزل تبص كده على الاكس اكسس، هتلاقي نفسك شايف كام؟ شايف 20. يبقى تي 2 ب 20 مضروبه اهو، هو اللي قال لي اضربها في 10 باور نيجاتيف 2 واليونت بتاعتي سكند. جيت التوهات والونات عوض هنا على طول. يبقى هشيل له البي 2 واحط مكانها كام؟ 15 في 10 باور نيجاتيف 2، واشيل له البي 1 واحط مكانها كام؟ 5 في 10 باور نيجاتيف 2. انزل تحت اشيل له التي 2 واحط مكانها كام؟ قال لي تحط مكانها 20
مضروبه في 10 باور نيجاتيف 2، وتشيل التي 1 وتحط مكانها 0، يبقى ماينس 0. وارص له الكلام ده كله على الكالكوليتر واشوف هيطلع معاك كام. تطلع الاي انديوز على الكالكوليتر بكام؟ بالرقم ده كده نيجاتيف 0.199. وان لما بلاقي ناينات كتير كده اقدر ان انا اعملها ابروكسيمتلي ايكوال كام؟ هي ال9 كبيره فهتسلف ال1 1 كمان، فتبقى نيجاتيف 0.2 ابروكسيمتلي فولت. هل النيجاتيف ده يهمني في حاجه؟ لا، يعني يهمني الماجنتيود عشان هو مش مديني ساينات في الاختيارات، فاختار له 0.2 من الاختيارات اللي هي تشويس بي. Question 5 بيقول لي the opposite graph represents the relation between the average induced electromotive force in a coil cutting through a changing magnetic flux and time t. مديني جراف ما بين الاي ام اف والتي. دي ريليشن اول مره نشوفها، ريليشن غريبه. طيب عايز اللي تشينج ان ذا ماجنتيك فلكس، عايز الدلتا، طالما تشينج يبقى دلتا، الدلتا فاي ذات ذا كويلز كاتس ثرو، ماشي، during the time interval اللي هو t equal 6 سكند. التايم انترفال ده كله اللي هو الست ثواني، يعني من الزيرو لحد الستة، يعني التايم انترفال بتاع الجراف ده كله. طيب اكتب القانون بتاعي عشان ما توهش منه. القانون بتاعي بيقول لي الاي induced equals نيجاتيف ان. هل هو جاب لي سيره الان هنا في المساله؟ لا، يبقى خلاص، يبقى ده هو بيعامله على انه سيركولار رينج، كويل من لفه واحده، طالما ما جابليش سيرته. يبقى نيجاتيف دلتا فاي على دلتا تي على طول. تمام. هو هنا مديني جراف ما بين ايه وايه؟ قال لي ما بين الاي انديوزد والتايم. يبقى انا اقدر من الجراف ده اعرف الاي انديوزد واعرف الدلتا تي، فاجيب التالت على طول اللي هو الدلتا فاي اللي هو بيسأل عليه. بس اخد بالي من حاجه كده. هو انا اول ثانيتين اللي هي من 0 ل 2 الحته دي كده كانت الاي انديوزد بكام؟ قال لي كانت الاي انديوزد ب 8. يعني الدلتا فاي على الدلتا تي كانت بكام؟ كانت ب 8. بعد كده هلاقي من ال 2 لحد ال 6 الاي انديوزد اختلفت، بقت بكام؟ قال لي بقت بنيجاتيف 10. يعني الدلتا فاي على الدلتا تي بقت بكام؟ قال لي بقت بنيجاتيف 10. فمعنى ان الاي انديوزد اختلفت معناه ان الدلتا فاي اختلفت، مش الفاي. اخد بالي، انا عندي الاي انديوزد بتعتمد على الدلتا فاي، بتعتمد على الدلتا فاي. فانا هنا كان عندي تغير في الفلكس بقيمه معينه هنسميه دلتا فاي 1، انما الجزء الثاني عشان الاي انديوزد نفسها هي اللي اتغيرت فيبقى عندي دلتا فاي 2. تمام. تمام. يبقى انا كاني هقسم المساله 2 بارتس. ليه 2 بارتس؟ عشان انا عندي اول حته دي كانت اي انديوزد برقم، بعد كده الاي انديوزد نفسه اتغير. طيب تعالى نشوف الدلتا فاي 1 والدلتا فاي 2 اجيبها ازاي. احنا قلنا انا عندي تايم اقدر اجيب من هنا ايه؟ الدلتا تي. طيب كنت بجيب الدلتا تي ازاي؟ كنت بقول هو التي 2 ماينس التي 1. طب التي 2 هو التايم اللي انا نهيت عنده اللي هو كان بكام؟ ب 2، والتي 1 التايم اللي انا كنت بادئ منه اللي هو كان ب 0، يبقى الدلتا تي ب 2 ماينس 0 اللي هي بكام؟ ب 2 سكندز. والاي انديوزد، الانديوز اي ام اف في خلال ال 2 سكندز دول كانت بكام؟ كانت ببوزيتيف 8. اقدر اجيب الدلتا فاي ولا لا؟ قال لي عوض في القانون. هقول له ليه انديوزد كانت ب 8 نتيجه حصل دلتا فاي 1 انا ما اعرفهاش على دلتا تي انا اعرفها 2. فلو عايز اجيب الدلتا فاي قال لي اخلص من الحاجات اللي عندك دي واديها الناحيه التانيه. فانا عندي هنا نيجاتيف 2 وال2 تحت بالديفايدد، فتروح الناحيه التانيه هناك بالايه؟ بالتايمز، فتبقى الدلتا فاي 1 هتساوي ادي ال 8 وراح لها ايه؟ نيجاتيف 2 بالتايمز. النيجاتيف ده مش هقدر انزله تحت عشان عليك بس ما تتوهش مني. النيجاتيف ده اللي بيبقى عندي كده اللي جنب الفراكشن اقدر يحطه فوق يقدر احطه تحت مش مشكله، ان كده كده اي حاجه ديفايدد نيجاتيف هتبقى بنيجاتيف. تمام. واي حاجه نيجاتيف ديفايدد بوزيتيف برضه هتبقى بنيجاتيف، مش هتفرق انا حطيته بره او حطيته على حاجه من الاثنين دول. 8 ملتبلاي نيجاتيف 2 اللي هي بكام؟ اللي هي نيجاتيف 16 ويبر. يبقى انا اول بيريود دي تمام حصل تشينج في المagnetic فلكس اللي بتقطع الكويل قيمتها نيجاتيف 16 ويبر، وعشان حصلت في دلتا تي 2 سكندز فادتني ايه؟ انديوست بوزيتيف 8. بوزيتيف 8. وده منطقي. ليه منطقي؟ هو انا عندي هنا الكويل ماشي، كنت معرضه لمagnetic، كان شايف ماجنتيك فلكس معين، عايز اسحب الماجنتيك فلكس دي، الدلتا اللي حصلت بالنيجاتيف،
الدلتا اللي حصلت بالنيجاتيف معناه ان انا نقصت منه فلكس، فيقول لي ايه؟ لا انا عايز الفلكس بتاعي. فهو هيعمل لي انديوزد اي ام اف البوزيتيف، بتقول لي ايه؟ ان انا في الدايركشن بتاع الماجنتيك فلكس اللي عايز ينقص مني ده معايا بالبوزيتيف، مش بيعمل لي اوبوزنج، ده معايا بالبوزيتيف عشان يعوض اللي انا بسحبه منه. طيب نشوف كده ايه تاني بيريود. قال لي تاني بيريود دي الانديوزد كان بكام؟ كان بنيجاتيف 10. طيب الدلتا تي اقدر اجيبها؟ قال لي اه، انت كنت بادئ بتي 1 بكام؟ هنقول له تي 2 ماينس تي 1. التي 2 سوري بكام؟ انا خلصت عند كام؟ قال لي خلصت عند 6، يبقى اديك 6. والتي 1 انا كنت بادئ من كام؟ بادئ من ال 2، يبقى 6 ماينس 2 اللي هي ب 4 سكندز. دي اللي هي ايه؟ دي اللي هي الدلتا تي ب 4 سكندز. اقدر اجيب له ليه انديوزد؟ اقدر قصدي اجيب له الدلتا فاي؟ قال لي اه بكل سهوله. هتقول له ليه انديوزد عندك اللي هي النيجاتيف 10 ايكوالز دلتا فاي 2 اللي انا ما اعرفهاش على 4 سكندز اللي هم الدلتا تي بتوعي. هودي الفور الناحيه التانيه بالتايمز، فتبقى الدلتا فاي 2 equals 4 multiply negative 10 equals negative 40. احنا هنا نسينا نيجاتيف عشان هي نيجاتيف دلتا فاي على دلتا تي، فالنيجاتيف 10 دي هتروح لها نيجاتيف 4 بالتايمز، يبقى النيجاتيف 4 ملتبلاي نيجاتيف 10 اللي هي بكام؟ اللي هي بوزيتيف 40. بوزيتيف 40 كام؟ ويبر. وده منطقي، حصل تشينج في الفلكس بالبوزيتيف، يعني انا زودت الفلكس اللي شايفه الايه؟ اللي شايفه الكويل، فعمل لي ايه؟ انديوزد بالنيجاتيف عشان يعمل لي اوبوزنج، عشان هو ما بيقبلش التشينج مومنتري. اجي اديله هيعمل لي اوبوزنج، يقول لي لا مش عايز دلوقتي استنى عليا. هاجي اخد منه يقول لي لا ما تاخدش مني دلوقتي استنى شويه، فاروح هو معوض بنفسه. تمام. تمام. طب هو عايز ايه بقى؟ انا لما حسبت الحاجات دي الدلتا فايل اللي هو عايزها، نرجع كده نعمل كده، لقيت ان انا حصل عندي تشينج. اول تشينج اللي عمل لي اول اي انديوز اللي هي ب 8 كان بكام؟ قال لي كان بنيجاتيف 16 ويبر. بعد كده تاني تشينج بكام؟ حسبناه ببوزيتيف 40 ويبر. يبقى التوتال تشينج اللي حصل بكام؟ التغير بقى اللي حصل خلال الست ثواني، قال لي فيه 16 نقصه، ورحت بعد كده مزود 40، فالتوتال التغيير التوتال بقى اللي حصل في الست ثواني دول نيجاتيف 16 بلس 40 اللي هي بكام؟ اللي هي بوزيتيف 24. بوزيتيف 24. هي بوزيتيف 24 مش نيجاتيف 24، دي غلطة من الكتاب، هي المفروض بوزيتيف 24. طيب تعالى احلها معاك بطريقة تانية. يعني تعالى نعتبر الطريقة الأولانية دي كده ايه؟ كانت فهم ماشي ان احنا بنفهم. تعالى نحاول نبصمك شوية، ولو اني حاسس ان انت تهت مني شوية، وده عادي لان دي اسئلة ادفانسد، انت افكار بتشوفها لاول مره، بتشوف ريليشنز لاول مره، انت عمرك ما شفت بيتهيألي ايه انديوزد مع تايم، يعني انت على طول متعود تشوف ايه؟ الدلتا فاي مع الدلتا تي. تمام تمام. تعالى كده نجرب نحلها بطريقه بصمجيه شويه. قال لي بص يا عم الحاج، بص يا عم الايه يا عم الحاج، اكتب الريليشن بتاعتك. احنا كنا بنقول ان الاي انديوزد بتساوي نيجاتيف الدلتا فاي على الدلتا تي. كان في حاجه كده من تانية ثانوي، يا رب تفتكرها معايا. هو انت عايز تجيب مين؟ قال لي حضرتك عايز تجيب الدلتا فاي، والدلتا فاي عشان تجيبها هتعمل ايه؟ قال لي هتودي النيجاتيف والدلتا تي دي الناحيه التانيه هناك بالتايمز، فالدلتا فاي هتساوي النيجاتيف اي انديوزد في الدلتا تي. طيب كانت في حاجه كده في الماثيماتكس بتقول لك حاجه، لما تلاقي الحاجه اللي انت عايز تحسبها هي حاصل ضرب الحاجه اللي مرسومه على الواي اكسس مضروبه في الحاجه اللي مرسومه على الاكس اكسس، يبقى انت كده هتروح تحسب ايه؟ الاريا اندر ذا جراف. يبقى حاصل ضرب الحاجه اللي مرسومه على الواي اكسس والحاجه اللي مرسومه على الاكس اكسس، حاصل ضربهم بيديني ايه؟ بيديني الاريا اندر جراف. قال لي فين الجراف بتاعك؟ قال لي هو الخط المرسوم ده كده، هو الحاجه المرسومه، يبقى اروح اجيب له الاريا اندر الجراف ده. طب وهنا فين الاريا اندر ذا جراف؟ طبعا محدش يقول لي اندر يعني تحت، يعني هي تحت كده فانا بحسب انفينيتي، لا، هي المقصود بيها اللي هي الاريا اللي ما بين الخط المرسوم والاكس اكسس، فهاخد الاريا دي كده. يبقى انا لو رحت حسبت له الاريا دي هنسميها مثلا وليكن اريا 1، ودي
هنسميها وليكن اريا 2. لو حسبت له الاريا 1 وعملتها بلس الاريا 2 هيديني ايه؟ هيديني الدلتا فاي. عرفت ان انت بتحسب اريا اندر ذا جراف؟ لما جيت بصيت على القانون لقيت ان الحاجه اللي مرسومه على الواي اكسس والحاجه اللي مرسومه على الاكس اكسس الاثنين اتضربوا في بعض. بس خد بالك من حاجه، خد بالك من حاجه، هي في نيجاتيف هنا، فانت هتجيب الاريا وتحط لها نيجاتيف، وتجيب الاريا وتحط لها نيجاتيف، بعد كده تبقى تعمل لهم ايه؟ تعمل لهم بلس. طيب تعالى نشوف الكلام ده هنعمله ازاي. تعالى كده نجيب لون تاني. بص يا سيدي، انا اول حاجه عندي هنا الشكل ده كده اللي هو الاريا 1. يلا تقدر تجيب لي الدلتا فاي بتاعته اللي هي الاريا 1؟ قال لي بتساوي النيجاتيف الاريا. الاريا اجيبها ازاي؟ لينس في ويدز. اللينس ده بكام؟ ب 8. من 0 ل 8 يبقى 8 مضروب في الويدز الحته دي من 0 ل 2، يعني الحته دي بكام؟ ب 2. يبقى نيجاتيف 8 ملتبلاي 2 بكام؟ نيجاتيف 16 ويبر عشان انا دلتا فاي. طب يلا نجيب دلتا فاي 2. قال لي هي الاريا بتاعت الحته دي كده، اللينس بتاعك بكام؟ من 0 لنيجاتيف 10، يعني انت اللينس بتاعك نيجاتيف 10. جميل. مضروب في الويدز. الويدز من 2 لحد 6، يعني مشيت قد ايه؟ قال لي مشيت فوق. مش عارف اعمل 6 ماينس 2. المسافه دي بكام؟ ما حدش يقول المسافه دي ب 6، لا دي بادئه من عند ال 2 اهو، كاني جايب مسطره كده، ادي 0 2 6. انا بقيس حاجه كده اهي، يبقى ده اللينس بتاعها بكام؟ ب 4، عشان انا مش بادئ من عند الزيرو، انا بادئ من عند ال 2. يبقى نيجاتيف 10 ملتبلاي 4 اللي هي نيجاتيف 40. عندي نيجاتيف ونيجاتيف هيطيروا بعض يبقى بوزيتيف 40 ويبر. كده جبت الاريا 1 وجبت الاريا 2، اعملهم بلس بعض عشان انت عايز التوتال اريا، التوتال دلتا فاي. فهقول له دلتا فاي 1 بلس دلتا فاي 2 اللي هي بكام؟ نيجاتيف 16 بلس 40 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 24 ويبر بالبوزيتيف اهو. وحليناها بطريقتين، الاثنين ادوني بوزيتيف عشان لو ما كنتش متاكد من اول طريقه. تمام. يبقى على طول كده اعتبر اول طريقه ان انا لخبطنا شويه بس فهمنا منها. تاني طريقه تطلع منها ببصمجه. ايه البصمجه دي؟ حضرتك دورت على الحاجه اللي انت عايز تحسبها، لما جيت تجيبها لقيتها صدفة إن هي حاصل ضرب حاجتين، والحاجتين دول هو راسم لك واحدة على الواي أكسس وراسم لك التانية على الإكس أكسس. فتعمل إيه؟ أنت هنا ما عندكش سلوب بقى، ده أنت هنا عندك الحاجة اللي على الواي والحاجة اللي على الإكس الاتنين مضروبين في بعض. فبحسب إيه؟ اريا أندر ذا إيه؟ أندر ذا جراف. طيب question نمبر 6. مديني جراف وراسم لي 3 لاينز كده، 3 جرافس. راسم لي الاي ام اف على الواي اكسس والدلتا فاي على الدلتا تي، الاثنين مع بعض كده مرسومين على الايه؟ على الاكس اكسس. ماشي. وعايز ايه بقى؟ عايز الريشيو ان اكس على ان واي على ان زد. طب واضح كده بعينيا ان هو مديني انجلز معموله ما بين اللاينز وما بين الاكس اكسس، يبقى انا كده ايه؟ لعبه سلوب. دي هنا ايه؟ دي هنا لعبه سلوب. طيب قلنا اول حاجه طالما قلت انا بلعب لعبه سلوب اروح اعرف هو مين السلوب هنا، ادور على السلوب. هو السلوب هنا كفيزيكال كوانتيتي هو ايه؟ فاول خطوه كنت بكتب القانون اللي بيربط الحاجه اللي على الواي اكسس مع الحاجه اللي على الاكس اكسس. ارجع بقى للورقه بتاعت الجرافات بتاعت شابتر 3 اللي جايلك مع الكتاب، هتلاقي فيها الكلام ده مشروح بالتفصيل. كانت اول خطوه عندنا اكتب القانون اللي بيربط الحاجتين دول مع بعض. مين القانون اللي انا اعرفه؟ قال لي الاي انديوست اللي هي الاي ام اف، يعني بتساوي نيجاتيف ان في دلتا فاي على دلتا تي. ماشي. يبقى دي كانت اول خطوه. قال لي تاني خطوه حضرتك لازم تخلي الحاجه اللي مرسومه على الواي في طرف لوحديها والحاجه اللي مرسومه على الاكس في طرف لوحديها. طب ما الكلام ده متحقق في القانون اهي. الحاجه اللي مرسومه على الواي ايه هي؟ اللي هي الاي ام اف اللي مرسومه على الواي اكسس، مالها؟ في طرف لوحديها في الليفت هاند سايد لوحديها، والحاجه اللي مرسومه على الاكس في الرايت هاند سايد في ناحيه اليمين لوحديها. يبقى خلاص ثاني خطوه متحققه. يبقى خش على ثالث خطوه. كانت بتقول لي ايه؟ قال لي بروز وقارن. بروز الحاجه اللي على الواي وبروز الحاجه اللي على الايه؟ على الاكس. واكتب كده الواي ايكوال ام اكس. جميل. اهو انا شايف هنا ايه؟ الحاجه اللي على الواي، وشايف هنا ايه؟ الحاجه اللي على الاكس. يبقى الام دي السلوب. مين الام اللي هو السلوب؟ قال لي الحاجه اللي مضروبه في الاكس اللي هي الايه؟ اللي هي النيجاتيف ام. طيب يبقى السلوب بتاعي هو ايه؟ نيجاتيف ان. او في حاجه اسمها نيجاتيف نمبر اوف تيرنز؟ قال لي لا، ده النيجاتيف دي اصلا كان عم لينز بيحطها لي. تمام. قال لي عشان اعرف الاي انديوز اللي هتطلع دي معايا اوبوزنج ولا دايركت، ان مفيش حاجه اسمها نمبر اوف تيرنز بالنيجاتيف.
فسيبك من النيجاتيف دي خالص، انا هنا بدور على نمبر اوف تيرمز، ده ابسوليوت، رقم ابسوليوت كده رقم. فالسلوب بتاعي هو النمبر اوف تيرمز. طيب وقلنا السلوب ده اقدر احسبه بطريقتين. اول طريقه ان انا يكون معايا بوينتس ليها اكس وواي، فاقول له y2 minus y1 على x2 minus x1، وهتلاقي الكلام ده برضو مع حضرتك في ورقه الجرافات بتاعه شابتر 3 في اولها خالص. او تاني طريقه، لو معايا الانجل اللي عاملها لي الجراف مع الاكس اكسس، بقول له السلوب ايكوالز تان الانجل دي. طيب يبقى انا عرفت ان السلوب هو النمبر اوف تيرمز، والسلوب عشان احسبه هو تان الانجل اللي عاملها لي اللاين الجراف بتاعي مع الاكس اكسس. يبقى لو عايز اجيب اي نمبر اوف تيرمز لاي جراف، هقول له تان الثيتا اللي عاملها لي الجراف ده. طيب هو عايز مين بقى؟ هو عايز ال NX لل NY لل NZ. ماشي. يبقى ال NX هتساوي ايه؟ تان سيتا اكس، وبالتبعية NY هتبقى تان سيتا واي، و NZ هتبقى تان سيتا زد. طب يلا نعوض اهو. ال NX هتبقى تان سيتا اكس، NY هتبقى تان سيتا واي، ال NZ هتبقى تان سيتا زد. تان سيتا اكس هي الانجل اللي ما بين الجراف اللي اسمه اكس ده والاكس اكسس، اللي هي بكام؟ اللي هي ب 30. جميل. تان سيتا واي الانجل اللي ما بين الواي والاكس اكسس كله، محدش يقول لي 15، لا انا عايز الانجل دي كلها اللي ما بين الواي والاكس اكسس، اللي هي 30 بلس 15 اللي هي 45. يبقى تان 45. وتان سيتا زد اللي هي الانجل دي كلها اللي من الزد لحد الاكس اكسس، 30 و15 و15، 15 و15 ب 30، 30 و30 ب 60، يبقى تان 60. واروح اقعد على الكالكوليتر واشوف الارقام دي هتطلع معايا بكام. فطلعت معايا كل تان حسبتها لوحديها طلعت معايا بالارقام دي كده. هاجي ابص على الاختيارات هلاقي من السخافه ان هو مش مديني الريشيو دي، ده هو مغير فيها. طيب فهعمل ايه؟ قال لي بكل بساطه تروح تمسك اي رقم اللي عندك في الريشيو، تمام، وتشوف هو غير فيه ازاي. طيب هو مين الرقم اللي التغيير بتاعه موجود في كل الاختيارات؟ قال لي اول حاجه اللي هي الان اكس دي، هي بدل ما هي 1 اوفر روت 3 خليها ب 1، هنا 1 و1 و1 و1. طب وانا عشان اخلي ال 1 اوفر روت 3 دي تبقى ب 1، هو عمل فيها ايه؟ هو قال لي هو ضربها في روت 3، فالروت 3 كنسل مع الروت 3، اتبقى لي هنا 1. قال لي طيب ما انت الريشيو اللي تعمله في رقم لازم تعمله في الاثنين الباقيين عشان تحافظ على الريشيو بتاعتك، فضربت الاولاني في روت 3 يبقى لازم الاثنين الباقيين يتضربوا في روت 3، فال1 هتضرب في روت 3 هتبقى بكام؟ هتبقى بروت 3. واروح مبروز عليها عشان دي ارقام ريشيو كده عشان ما تتوهش مني. الروت 3 هتضرب في روت 3 هتبقى ب 3، يبقى تشيل الروت ده كده، فبقت الريشيو الجديده 1 2 روت 3 2 3. فين دي بقى في الاختيارات؟ اهي 1 2 روت 3 2 3، هي نفس الريشيو بتاعتنا بس هو ضرب الارقام كلها، ضرب الريشيو كلها في ايه؟ في روت 3. جرب اقسم كده الريشيو دي على روت 3، اقسم كده كل الارقام على روت 3 هتطلع لك الريشيو اللي كانت طالعه معانا في الاول. يبقى اختار له تشويس ايه. question 7 بيقول لي عندي straight wire of length L was connected at both ends to form a loop. كان عندي straight wire بالمنظر ده كده، رحت ماسك الطرف ده ووصلته بالطرف ده كده، فعملت ايه؟ عملت circular loop، حولته لكويل. ماشي. يبقى اول حاجه احنا نستنتجها من الموضوع ده كده ان النمبر اوف تيرنز ب1. يلا ادي اول معلومه. then placed in a uniform magnetic field perpendicular to the plane of the loop with a flux density 0.2 t. طيب اهو من الرسمه كده اللوب دي كانت بيربنديكولار على المagnetic فلكس، يعني السيتا بتاعتي كانت بكام؟ السيتا بتاعتي بزيرو. ليه؟ دي السيتا بتاعت الفاي، الانجل ما بين النورمال وما بين خطوط المagnetic فلكس دنسيتي. انا كنت في البيربنديكولار بوزيشن يبقى السيتا بتاعتي بزيرو. جميل. والمagnetic فلكس دنسيتي مديهاني بكام؟ ب 0.2 تي. بيقول لي as shown in the figure 1. ماشي. بيقول لي a force was applied to the loop causing its area to decrease by 20% over a period of 0.1 second. هو مين هنا اللي اتغير؟ قال لي ده انا كان عندي اللوب كده، كانت اهي، كانت السيركل كده بالمنظر ده كده، رحت جيت كده ماسكها من الطرفين ورحت ضمتها على بعض. طب انا لما اضمها على بعض كده هو ايه اللي اتغير؟ طيب انا حتى لو ما استنتجتش ان الاريا هي اللي اتغيرت، الاريا دي اهي كده بدل ما كانت الاريا دي واسعه كلها، هو قال لي اهي causing its area to decrease. طب هل محتاج الف اللفه بتاعت ان انا اكتب الاريا 1 كانت ايه والاريا 2
هي قلت ب 20، يبقى هي اتبقى منها كام؟ اتبقى 80. ما انا خلاص كان عندي اريا خدت منها 20%، اتبقى لي 80% من الاريا 1. ف 80% اللي هي 80 اوفر 100 من الاريا 1 اللي هي 0.8 من الاريا 1. فاروح اجيب له ان الدلتا A هتساوي A2 ماينس A1 اللي هي 0.8 من ال A1 ماينس ال A1 اللي هي بنيجاتيف 0.2 A1. هل انا كنت محتاج اللفه دي كلها؟ لا، ما خلاص هو هاتها من اللفظ اللي هو قال لي decrease by a 20%. يعني قلت حصل فيها تشينج ان هي قلت بكام؟ ب 20%. يعني حصل اهو تشينج دلتا ايه بماينس ولا ببوزيتيف؟ قال لي قلت ديكريز يبقى نيجاتيف. اللي تشينج حصل في قد ايه؟ قال لي 20 يبقى 0.2. شكرا، يبقى الدلتا ايه بنيجاتيف 0.2 من الاريا. 20% ديكريز من الايه؟ من الاريا الاساسيه بتاعتي. يبقى خلاص اخد السطر على طول بدل ما اقعد الف اللفه دي كلها. بس عادي مش مشكله، الاثنين هيدوني ايه؟ نفس الحل. طب الدلتا تي اللي عندي بكام؟ قال لي البيريود بتاعتي اللي حصل فيها التشينج 0.1 سكند. جميل. عايز ايه بقى؟ وبيقول لي الكلام ده عمل لي induced EMF قيمتها 0.4 باي فولت. عايز اللينس بتاع الواير. طب تعالى نكتب القانون. ادي الاي induced بتساوي النيجاتيف. هل اكتب الان؟ لا، الان فاي. وقلنا قبل ما اكتب دلتا فاي، هروح اسال نفسي سؤال: هو مين اللي اتغير ومين اللي ثابت في الثلاثه دول؟ البي هل جاب لي سيره انها اتغيرت؟ قال لي لا، ثابته زي ما هي. الكوزاين سيتا هل انا غيرت في سيتا؟ حركت البوزيشن بتاع الكويل لفيته؟ لا، يبقى كوزاين سيتا ثابته. ناقص الاريا اتغيرت؟ قال لي اه، انا عرفت ان حصل تشينج في الاريا، يبقى دول هيطلعوا بره الدلتا ويتبقى لي بس الاريا. يبقى وانا بكتب القانون هكتب له كده بي في كوزاين سيتا. وخلي بالك انت في الماكسيمم السيتا بتاعتك بزيرو وكوزاين زيرو ب1، خلاص انت مش محتاج تكتب السيتا اصلا، انت في الماكسيمم بوزيشن. يبقى بي في دلتا ايه على دلتا تي. طيب معايا الاي انديوست، ومعايا الدلتا تي، ومعايا البي، ومعايا الدلتا ايه بس مش برقم، ده بقيمه من الايه. يبقى اقدر اعرف الاريا الاساسيه ولا لا؟ قال لي اه تقدر تعوض وتعرف الاريا الاساسيه. طب تعالى كده نعوض عشان تفهم. ادي الاي انديوست بكام؟ 0.4 باي ايكوالز نيجاتيف البي ب 0.2. الدلتا ايه بنيجاتيف 0.2 من الاريا. ما ينفعش اكتب له نيجاتيف 0.2 واسكت، هي نيجاتيف 0.2 من الاريا بتاعتي. تمام. على الدلتا تي ب 0. ايه؟ ب 0.1. يبقى انا عندي هنا قانون واحد بس اللي هو الاريا. تمام. طب هو انا الاريا لو جبتها هبقى جبت ايه في اللوب؟ هو اصلا كان عايز ايه؟ تعالى كده، تعالى نرجع بس كده عشان ما نتوهش منه. عايز اللينس بتاع الواير. انا اصلا عندي لوب، هي كانت نتيجه واير. تمام، وصلت طرفينه ببعض. فهو عايز ان انا افك اللوب دي واروح مرجعها كده الواير تاني واحسب له بقى اللينس بتاع الواير. طب هو اللينس بتاع الواير هو اللينس بتاع اللوب اللي هو 2 باي في الراديوس السيركمفرنس. يبقى انا محتاج اعرف مين عشان اعرف اللينس؟ انا محتاج تعرف الراديوس. طب مين اللي لما تعرفها تكون عرفت الراديوس؟ قال لي الاريا، عشان الاريا بتساوي مستر باي ار سكوير. فلو عرفت الاريا اعرف اجيب له ايه؟ الراديوس. طب يبقى انا ممكن اشيل الاريا دي واكتب هنا باي ار سكوير عشان احسب له الراديوس على طول. قال لي اه. طب وبعينك كده، طاير الباي دي مع الباي دي، يلا. مش هي متكرره هنا في ناحيتين؟ قال لي اه طاير، يلا عشان ابسط على نفسي التاني. وعندي هنا كمان نيجاتيف هتطير مع النيجاتيف، النيجاتيف دي هتطير مع النيجاتيف دي. اتبقى لي ان انا عايز اجيب الراديوس لوحدها، اخليها لوحدها. يبقى الحاجات اللي جنبيها بالتايمز هتروح الناحيه التانيه هناك بالديفايدد، والحاجات اللي بالديفايدد هتروح بالتايمز. يبقى دي ال 0.4. مين اللي هيروح لها بالديفايدد؟ قال لي ال 0.2 المضروبه في ال 0.2، يبقى 0.2 مضروبه في 0.2 عشان دول كانوا جنب الراديوس سكوير. ومين الحاجات اللي هتروح بالتايمز؟ قال الحاجات اللي كانت موجوده بالديفايدد اللي هي ال 0.1.
الكلام ده ايكوالز ايه؟ راديوس سكوير. طب انا مش عايز الراديوس سكوير، انا عايز الراديوس بس. يبقى اعمل سكوير روت للطرفين، فالباور 2 تطير من هنا ويبقى عندي سكوير روت في الناحيه الثانيه. يبقى كده حسبتها على خطوه واحده على الكالكوليتر. يبقى الراديوس هيساوي الكلام ده كله على الكالكوليتر واشوف هيطلع بكام. طب بالمره تعالى اقول لك على حاجه، سيبك من الراديوس، تعالى نحسب اللينس على طول على مره واحده على الكالكوليتر بدل ما استخدم الكالكوليتر كتير واطلع. مش انا عندي ده الراديوس اللي هو الرقم ده كده؟ قال لي اه. طب ما تضربه في 2 باي. يبقى 2 باي مضروبه في الروت الكبير ده كله اللي هو اصلا عباره عن الراديوس، يبقى ده 2 باي ار، يبقى ده السيركمفرنس، يبقى ده اللينس اللي انا عايزه. يبقى اقول له اللينس ايكوال المنظر ده كده، اروح حاطط على الكالكوليتر مره واحده، يطلع اللينس معايا على الكالكوليتر ب 2 باي. طبعا اليونت بتاعتي متر عشان انا مظبط اليونتس بتاعتي. يبقى فين هنا 2 باي؟ قال لي هي اللي هي تشويس دي. question 8 بيقول لي عندك metallic coil placed parallel to a uniform magnetic field. انا كان عندي magnetic field بالمنظر ده كده، كان عندي الكويل كان باراليل. ماشي، يعني الثيتا اللي ما بين النورمال على الكويل والمagnetic فيلد كانت بكام؟ دي الثيتا اللي بحطها ايه؟ بحطها في الكوزاين. كانت بكام؟ كانت ب 90. ماشي، يبقى ثيتا 1 بتاعتي كانت ب 90. جميل. بيقول لي the coil begins to rotate about its axis and the opposite graph represents the change in the magnetic flux. اللي شايفها الكويل الكات باي ذا كويل and the angle of rotation theta. راسم لي مين؟ قال لي راسم لي ريليشن ما بين الفاي وما بين الثيتا، وعايز الريشيو ما بين الافريج انديوز اي ام اف during the periods 1 و 2. بيريد 1 اللي هي من الانجل 0 لحد 30، وبيريد 2 من الانجل 90 لحد 120. طيب واضح كده ان في تشينج في الثيتا، فيحصل لي ايه؟ تشينج في المagnetic فلكس، فيحصل لي induced اي ام اف. هو عايز الريشيو ما بين اول واحده وتاني واحده. طيب تعالى كده نراجع على حاجه، وهتلاقي برضو معاك في ورقه الجرافات عشان دي جديده على عينك. ايه هي؟ انت ما عمرك ما شفت ريليشن المنظر ده كده، انت متعود على جرافات بتبقى ستريت لاين وما اعرفش ايه والكلام ده ودايركت وانفرس والكلام ده كله. في الشابتر ده عايزين بقى نعود عينينا على ايه؟ على التريجنومتريك فانكشنز. يعني ايه؟ قال لي هو انت اصلا عشان تيجي ترسم اي ريليشن في الدنيا، اي جراف في الدنيا، بتبداه ازاي؟ قال لي ببدا بان انا بكتب الريليشن اللي بتربط الحاجتين اللي انا هرسمهم. مين الحاجتين اللي هنا؟ قال لي الفاي والثيتا. تعرف ايه عنهم؟ قال لي اعرف قانون بيقول لي الفاي بتساوي بي ايه كوزاين ثيتا. فانت عايز ترسم ريليشن ما بين الفاي وما بين الثيتا. طب هل هتعرف ترسمها على طول بقى تقول دايركت وانفرس؟ لا، ده في هنا كوزاين، دي جوه كوزاين، دي مستخبيه جوه تريجنومتريك فانكشن، فلازم التريجنومتريك فانكشن دي تترسم. فانت هنا عشان ترسم الفاي مع الثيتا لازم تكون واخد شكل الكوزاين، حاجه بالمنظر ده كده، بادئ من الزيرو ونهايه عند 360. تمام؟ قال لي تمام. طب امال البي والاي دول اللي بره الكوزاين، اللي لازقين في الكوزاين، اللي مضروبين في الكوزاين، دول بيعبروا لي عن ايه؟ قال لي بيعبروا لي عن الماكسيمم بوينت في الجراف. الماكسيمم بوينت اللي هي هنا، اقصى نقطه هيوصل لها، ودي اللي كنا بنسميها الفاي ماكسيمم فعلا. يبقى دي الفاي ماكسيمم اللي هي البي في الاي. منطقي، ما الفاي ماكسيمم فعلا بتساوي ايه؟ بتساوي البي في الاي. بس خد بالك بقى من تركايه. ايه التركايه؟ هو هنا قال لي الانجل اوف روتيشن. طب هل انا اعرف هو يقصد انهي انجل؟ هي الانجل اللي ما بين الكويل والماجنتيك فيلد، ولا الانجل اللي ما بين النورمال تو ذا كويل والماجنتيك فيلد؟ ما هتختلف. هتختلف في ايه؟ قال لي ده انت لو واخد الانجل اللي هي السيتا اللي ما بين النورمال والماجنتيك فيلد، ده انت بتكتب كوزاين سيتا. انما لو خدت الانجل اللي ما بين الكويل نفسه والماجنتيك فيلد كنت بتكتب ساين السيتا. يبقى مره كانت كوزاين ومره هتبقى ساين، دي بلوه سودا. انا عشان هقعد في القانون انا عايز اعرف انا دلوقتي هشتغل ساين ولا كوزاين، اعرف منين؟ قال لي هتيجي تشوف عند عند الانجل اهو، اول انجل عندك اللي هي الزيرو، عند السيتا زيرو، كانت الفاي بكام؟ قال لي كانت الفاي بزيرو. هو امتى انا عند السيتا زيرو اشوف فاي بزيرو؟ لو عوضت في الساين ولا لو عوضت في كوزاين؟ تعالى نعوض ونشوف اهو. ساين زيرو بتديني زيرو، كوزاين زيرو بتديني 1. يبقى انا اصلا لو كنت شغال كوزاين كنت هبقى الاقي نفسي مرسوم من الماكسيموم اهو. عشان كده قلت لك رسمه الكوزاين بتبقى بادئه من الماكسيموم، عند الانجل زيرو بتبقى ماكسيموم، عشان انا بعتبر ان انا الانجل اللي ما بين ايه؟ النورمال والايه؟ والماجنتيك فيلد. انما الساين لا، دي الساين رسمتها كده بتبدا من الزيرو، برضه هنا من الزيرو لحد 360. يبقى الريليشن اللي مرسومه دي ايه؟ ريليشن ساين.
يبقى لما اجي اعوض في القانون بتاعي هعوض بساين. خلاص هو اعتبر الايه، هو خد الطريق بتاع الساين، والانجل اللي هو شغال بيها، الانجلز اللي هو شغال بيها دي هي عباره عن ايه؟ الانجل ما بين الكويل نفسه والماجنتيك فيلد. هل هتفرق في حاجه؟ لا، مش هتفرق. طالما غيرت الانجل بس غيرت معاه التريجونومتريك فانكشن، انت كده ماشي صح. انما انت تبقى ماشي غلط لو ثبتت الانجل. يعني لو قلت لي انا هاخد الانجل ما بين النورمال والماجنتيك فيلد بس هشتغلها ساين، ازاي؟ ما كل سيتا وليها التريجونومتريك فانكشن بتاعها. هتاخد النورمال مع الفيلد تشتغل كوزاين، هتاخد ما بين الكويل والفيلد تشتغل ساين. هو هنا خد ما بين الكويل والفيلد واشتغل ساين بس، هو ماشي صح. يبقى ايه؟ كل اللي اعرفه ان انا القانون بتاعي هيبقى ساين عشان هعوض دلوقتي. طب يلا اكتب القانون بتاعي. هو اصلا عايز ايه بعد اللفه دي كلها؟ عايز ايه؟ induced 1 على ايه induced 2. جميل. نيجاتيف ان دلتا فاي على دلتا تي تحت نيجاتيف ان دلتا فاي على دلتا تي. طيب النيجاتيف ان هتطير مع النيجاتيف ان ليه؟ هو نفس الكويل، نفس النمبر اوف تيرنز. وهنا عندي دلتا فاي 1 ودلتا ايه؟ فاي 2 ودلتا تي 1 ودلتا تي 2. طيب اجي على جنب، اجي على جنب واشوف هي الدلتا فاي دي قلنا هتتغير نتيجة ايه؟ اسأل نفسي ايه في التلاتة اللي هتغير؟ البي هتتغير؟ قال لي لا. انا بلف، انا بلف جوه بي ثابته اهو، يونيفورم ماجنتيك فيلد، يبقى البي ثابته انا اللي بلف. طيب الاريا هتتغير؟ قال لي لا، ده انت بتلف، يبقى اللي بيتغير هو ايه؟ السيتا. طب اكتب كوزاين السيتا اللي بتغير ولا ساين السيتا اللي بتغير؟ قال لي لازم تكتب ساين السيتا اللي بتغير. ليه؟ عشان انت شغال بسيتا، قلنا اللي انا ايه بستخدمها في الساين. يبقى دي اللي احط جنبيها ايه؟ الدلتا. يبقى انا الدلتا فاي لما افكها هفكها لبي في اريا في دلتا ساين سيتا. طيب هنا هتطلع لي بي واريا، وهنا هتطلع لي بي واريا. طب ما البي والاريا دول هطيروا مع البي والاريا دول، هيتبقى لي ايه؟ هيتبقى لي هنا دلتا ساين سيتا 1 وهنا دلتا ساين سيتا 2. تمام. هننزل تحت بقى كده، يبقى عندي الاي 1 على الاي 2، يتبقى لي فوق ايه؟ دلتا ساين سيتا 1، وتحت طبعا على دلتا تي 1 دلتا ساين سيتا 2 على دلتا تي 2. طيب احنا قلنا اي دلتا بتتفك لايه؟ ل 2 ماينس 1. يبقى دلتا ساين سيتا 1 مقصود بيها السيتا بتاعت بيريود 1 مش السيتا الاولانيه. فدلتا ساين سيتا في البيريود الاولانيه، تعالى نعمل عليها مربع كده، بتساوي ايه؟ ساين سيتا 2 ماينس ساين سيتا 1. طب ما تيجي نطلع فوق كده ونغش. انا في البيريود الاولانيه سيتا 2 بكام؟ اللي وقفت عندها ب 30، يبقى عندي ساين 30 ماينس سيتا 1 بتاعتي اللي كنت بادئ منها ماينس ساين 0. طب تعالى نغش الدلتا ساين سيتا بتاعت البيريود ايه؟ التانية بتساوي برضو ساين سيتا 2 ماينس ساين سيتا 1. سيتا 2 او اللي هو نهى عندها البيريود كانت بكام؟ 120 ماينس اللي هو كان بادئ من عندها البيريود بتاعتي ساين 90. جميل. واعوض الكلام ده على الكالكوليتر واحسب دلتا ساين ودلتا ساين. ناقص لي اعرف ايه بقى؟ ناقص لي اعرف الدلتا تايم 1 والدلتا تايم 2. وتعالى كده ايه ناخدها على جنب بس نلغي فيها. احنا قلنا انا مرسوم ايه؟ قلنا انا مرسوم ساين ما بين الفاي والتايم. انا رسمة ايه؟ انا رسمة ساين. الساين دي بتبقى كده. طب ليه هو عامل لي علامة القبة دي بس اللي هي في الأول كده؟ عشان هو راسم لي من الأنجل فين؟ من الأنجل 0 لحد الأنجل 180. إنما عندي الساين بتبقى 0 180 هنا، دي القبة الأولانية المرسومة، وبتكمل لحد 360 اللي هي عملت لفة كاملة. طيب عشان أجيب أي تايم بتاع أي حتة لفة، قال لي أنت تعرف حاجة مشهورة أوي. قال لي إن حضرتك بتعمل سيتا 360 يعني لفة كاملة عندي تايم قد إيه؟ قال لي ده عندي البيريودك تايم اللي هو زمن اللفة الكاملة. يبقى لو عايز أجيب الزمن بتاع اي سيتا بعمل كروس مالتيبليكيشن على طول. لو مش عارف يعني السيتا مثلا ايه، انا قلت ان انا ماشي من فين لفين؟ ماشي من 0 ل 30، يعني همشي انجل قد ايه؟ قال لي هتمشي 30 درجه. انا بعمل ال 360 درجه في تايم اسمه بريودك تايم اللي هو تي كابيتال.
يبقى حضرتك هتعمل ال 30 ديجري في قد ايه؟ قال لي اعمل كروس مالتيبيكيشن. يبقى الاكس اللي هو التايم بتاع اللي هو الدلتا تي 1، تعالى نكتبه هنا اهو الدلتا تي 1، عشان الدلتا تي 1 ده اللي انا اتغيرت فيه قد ايه؟ اتغيرت فيه 30 درجه. هيساوي ايه؟ كروس مالتيبيكيشن 30 مضروبه في التي كابيتال اللي هي البريودك تايم على 360. تمام، واشوف على الكالكوليتر هتطلع بكام. تعالى نحسبها بالمره. هتطلع بتي اوفر 12. طب تعالى نحسب دلتا تي 2. قول لي انت مشيت سيتا قد ايه الاول؟ انا عارف ان انا اتحركت 360 عملت لفه كامله، هبقى ايه؟ هبقى خدت تايم اسمه تي اللي هو البريودك تايم. انت هتمشي من 90 لحد 120، يعني مشيت كام درجه؟ قال لي مش عارف، اعمل 120 ماينس 90 عشان تعرف انت مشيت ديفرنس قد ايه. قال لي مشيت 30 درجه. ايه ده مشيت 30 درجه؟ طب ما احنا لسه جايبين ان ال 30 درجه بياخدوا وقت قد ايه؟ تي اوفر 12. يبقى الدلتا تي 2 هي كمان تي اوفر 12. طب عرفت ان الاثنين ايكوال، خلاص روح طايرهم بقى فوق على طول. يبقى خلاص دول هيطيروا مع بعض عشان ايكوال. اتبقى لي فوق ايه؟ دلتا ساين 1 على دلتا ساين ايه 2 اللي احنا كنا حاسبينهم اهم، اللي هي ساين 30 ماينس خلاص ساين 0 انا عارفها بزيرو، مش محتاج اكتب ماينس ساين 0. وتحت ساين 120 ماينس ساين 90. تعالى نكتب الكلام ده على الكالكليتر ونشوف هيطلع معانا بكام. فتطلع الاجابه معايا على الكالكليتر بنيجاتيف 3.73 اللي هي تشويس دي. وخلي بالك عشان في ناس بتتخض من الحاجات دي، انت لما تدوس ايكوال وانت معاض بالساينات دي هيطلع معاك الرقم ده كده نيجاتيف 2 ماينس روت 3. فانت هتبص في الاختيارات مش لاقيه، هتقول انا حليت غلط. لا، دوس على الزرار اللي هو بيحول لديسيمال، اللي هو الزرار ده كده اللي هو اس وعلامه السهم ده كده ودي، تدوس عليه كده هتلاقي طلع معاك الرقم اللي جابه لك ديسيمال عادي اللي هو نيجاتيف 3.73. ما تتخضش وتختاره اللي هو تشويس دي. Question 9 بيقول لي a metallic ring is affected by a uniform magnetic field perpendicular to its plane. ماشي. وذا opposite graph represents the change in the magnetic flux phi m affecting the plane of the ring over time t. يبقى هنا مين اللي بيتغير؟ قال لي الفاي. بيقول لي knowing that the metal ring is an closed circuit during which period closed circuit يبقى اكيد اتوقع ان في current هيمشي. ماشي. during which period does an induced current flow in the ring that increases the magnetic flux affecting the ring. معناته ايه الكلام ده؟ معناته ان انا واضح ان انا عندي magnetic flux بيتغير، فالماجنتيك فلكس لما يتغير هيعمل لي انديوس اي ام اف. فلما يحصل لي انديوس اي ام اف وانا كلوز سيركت ايه اللي هيحصل؟ قال لي في كارنت هيمشي. بس الاندكشن ده لما بيحصل قال لي انت عندك حاله من حالتين. ايه الحاله من الحالتين دول؟ اول حاله ان هو يكون دايركت او يكون اوبوزنج. وانا هنا بتكلم على ايه؟ انا هنا بتكلم عن الفاي انديوست. الفاي انديوست ايه ده؟ هي الفاي بت انديوست انت عندك الكويل. اول حاجه انا غيرت في اي حاجه ايا كانت بقى البي الاريا السيتا الكلام ده كله، فحصل هنا عندي induced voltage. وانا عشان closed circuit مشيت current. فالكرنت ده اصلا هو كان بيتعمل ليه؟ قال لي عشان لو انا بزود الفاي فالكويل ده هيقول لي يا حبيبي انا ما بقبلش الزياده اللحظيه او النقصان اللحظي، فانت هتيجي تزودني هروح اعمل لك ايه؟ اوبوزنج. العكس بقى، هاجي اسحب منه انقص منه فلكس، هيروح عامل ايه؟ هيقول لي لا ما تنقصش مني، هيروح مطلع لي فلكس هو كمان عشان يعوض اللي بينقص منه. ما هو مش عايز تغير مومنتري. يبقى حط المعلومتين دول في دماغك ان انا ما ينفعش الكويل هيشوفني بديله فلكس يقول لي لا يعمل لي اوبوزنج، هيشوفني باخد منه فلكس يقول لي لا والنبي ما تمشيش خليك قاعد فيروح عامل لي دايركت. تمام. يبقى امتى الدايركت؟ امتى الفاي انديوز يبقى دايركت؟ قال لي لو ديكريزنج فاي. لو الفاي عندي بالديكريز، الفاي اللي شايفها الكويل ده بالديكريز هيروح هو عامل لي انديوز دايركت يزود اللي بيديكريز ده. طب وامتى يبقى اوبوزنج؟ قال لي لو انا بانكريز الايه الفاي. طب بص بقى ارجع كده بعد المعلومات ارجع كده للسؤال ده. هو بيقول لي ايه؟ عايز induced current اللي بينكريز المagnetic فلكس. يعني يمشي لي هنا كرنت ينكريز الفلكس، ينكريز الفلكس. لا انا مش عايز هنا ينكريز، هنا انا عايزه ينكريز الفلكس بتاعتي. يبقى الانديوز بيكون بينكريز الفلكس يعني دايركت مع الفلكس. يزودها. هو امتى بيزودها؟ قال لي لما يلاقيها بالديكريز بتصعب عليه يقول له لا ما تمشيش.
تمام. يبقى انا هروح كده هنا على الجراف واشوف هو امتى الفاي بتديكريز، ولما الفاي هتديكريز الكويل هيساعدها، فهي انكريز هو الفلكس عشان يعوض. طيب هاجي كده هنا الاقي الفلكس بتزيد، بتزيد يبقى هو يعمل لي اوبوزنج، يبقى بيقللها. هنا بتزيد اهي، عماله تطلع لفوق، يبقى برضو اوبوزنج. انما هنا بقى بص كده، ده هنا بتقل فهيروح عامل ايه؟ هيروح عامل دايركت، هيبقى معاها. ليه معاها؟ عشان يعوض النقصان ده. انما هنا قال لي دي بتنكريز، انكريز هيعمل لي اوبوزنج، ويجي هنا كونستانت يبقى ولا اوبوزنج ولا دايركت، هنا يبقى بزيرو. تمام. طيب انا هنا عندي انهي بيريود بقى اللي انا عايز اختارها؟ احنا قلنا اول بيريود اوبوزنج، تاني بيريود اوبوزنج برضه، تالت بيريود هي اللي دايركت، هي اللي بتنكريز المagnetic فلكس، رابع بيريود اوبوزنج. هو عايز ايه؟ هو عايز الدايركت اللي بتنكريز، هو عايز ينكريز المagnetic فلكس. ينكريز المagnetic فلكس معناها ان هي كانت بتقل اصلا، لان الكويل استحاله يزود المagnetic فلكس الا لو كانت بتقل منه. يبقى اختار له ايه؟ اختار له اللي كانت دايركت، اللي هي بيريود رقم 3 اللي هي تشويس سي. question 10 بيقول لي عندي two identical parallel coils، كويل اكس وكويل واي. واضح ان كويل واي هو اللي ماشي فيه الكرنت، يبقى هو اللي ايه؟ بيأكت از ا ماجنت. وبيقول لي والاثنين عندهم common center. ماشي. coil Y connected to a power source with a variable resistance R variable وسويتش. بيقول لي in which of the following cases will an induced current be generated in coil X with the same direction as the current in coil A in coil Y. يبقى احنا عايزين نمشي current في نفس الدايركشن اللي ماشي في ايه؟ في الكويل واي. طيب ما تيجي كده نشوف ايه اللي هيحصل للماجنت، للدايركشن بتاع المagnetic فيلد. افكرك كده بحاجه، انا كنت ببصمج بيها كده ايه الفيسز بتاعت ازاي اجيب الدايركشن بتاع الماجنت في الفيسز بتاعت الكويل. كنت بعمل كده، حرف ال N اكتبه كده اهو، N كده، واروح اعمل سهم هنا وسهم هنا. تمام. فمعناها ان لما الكرنت يكون ماشي ازاي؟ ماشي كده انتي كلوك وايز، يبقى الفيس اللي انا هكون شايفه N نورث اهو، والاس كنت بعملها كده. لما الاس معناها ايه؟ معناها ان انا لما اكون ماشي في الكلوك وايز دايركشن، الكرنت يكون ماشي في الكلوك وايز دايركشن، هيبقى الفيس اللي باصص لي ايه؟ ساوث. طب تعالى نعمل كده هنا. الكرنت هنا ماشي ايه؟ كلوك ولا انتي؟ قال لي مشي ايدك كده وبص كده بلف ازاي، ده انا ماشي كلوك وايز دايركشن. كلوك وايز دايركشن يبقى الفيس ده هيبقى ساوث، الفيس الناحيه التانيه هيبقى ايه؟ نورث. طيب تعالى نعمل بتاع الكويل اكس بلون تاني عشان ما نتلخبطش. بتاع الكويل اكس انا برضو ماشي ايه؟ كلوك وايز. كلوك وايز يبقى الفيس ده اللي ناحيتي انا هيبقى ساوث، الفيس اللي الناحيه التانيه هيبقى نورث. فكأن عندي تو ماجنتس كده. ادي الماجنت اللي اسمه اكس، هنا عندي ساوث هنا نورث، وده الماجنت اللي اسمه واي، ادي هنا النورث وهنا الساوث. هو انا امتى انا كماجنت الاقي الماجنت اللي قدامي بيشدني؟ يعني ايه بيشدني؟ يعني مش بيعمل لي اوبوزنج. ما احنا اتفقنا لو التو بولز زي بعض، يعني لو نورث مع نورث يبقى انا كده ايه؟ اوبوزنج، او ساوث مع ساوث. انما لو انا كنت نورث ولقيت اللي قدامي بيعمل ساوث، ده معناه الماجنت ده بيعمل لي اتراكشن، بيعمل لي اتراكشن، بيقول لي ما تمشيش. طب امتى يقول لي ما تمشيش؟ قال لي لما انا اكون ببعد عنه. طب هو انا الكويل هنا هيتحرك؟ قال لي تعالى نشوف. يبقى لو الكويل ده بحركه بعيد عن الاكس، تمام، لان هو ده اللي عامل لي ماجنت، اجي احركه فهنا هيحصل لي انديوس دي ام اف معايا ولا ضدي؟ الكرنت اللي هيتولد ده اللي هيمشي لي ماجنتيك فيلد، هيعمل لي ماجنتيك فيلد معايا ولا ضدي؟ قال لي انا ببعد عنه، فيقول لي لا خليك لو سمحت، خليك افضل، فهيبقى معايا. لو بقرب له هيبقى ضدي، يبقى كنت اشوف هنا ان، او ان الكرنت نفسه يكون بيديكريز. انا المهم ان انا اشوف ايه؟ اشوف فاي بتديكريز ايا كانت بقى، ببعد او الكرنت بيديكريز او اي حاجه. تعال نشوف الاختيارات. اول اختيار بيقول لي هموف الكويل اكس والواي كلوزر تو ايتش اذرز. ده كلوزر يعني انا بقرب الماجنت بتاع الواي للماجنت بتاع الاكس، فهنا الانديوز هيبقى ايه؟ هيبقى ان. يقول لي ابعد يا عم، ابعد، انا ما بقبلش الانكريز المومنتري. انما بي بيقول لي اوبننج ذا سويتش اس. هو انا لو فتحت السويتش الاس ده خليته اوبن، ايه اللي هيحصل؟ قال لي ده الكرنت اللي ماشي هيفول تو زيرو، الاي 2 هتبقى زيرو،
الاي هتبقى زيرو، يبقى الاي بيحصل له ايه؟ ديكريز. يبقى الفاي بتديكريز. يبقى لما الفاي تديكريز الكويل الاكس يقول له لا يا عم انا كنت شايف فاي انا عايزها زي ما هي، فيعمل لي ايه؟ يعمل لي دايركت فيلد معايا. يبقى فعلا هو ده التشويس اللي اختاره، ان انا بديكريز الكرنت. طيب decreasing the value of the variable resistance، وانا لما decrease الفاليو بتاع الفاريبل ريزيستنس ده بقلل الريزيستنس، يبقى بزود الكرنت، يبقى بزود الفاي، يبقى هنا هيحصل لي opposing magnetic field على الكويل اكس، فكان ساعتها اشوف الفيس ده نورث. طيب inserting an iron rod into the coil x، هو الكويل اكس ده اصلا كان ماجنت او كان كويل عشان لما احط فيه ايرون كده هزود له او اقلل له حاجه؟ قال لي لا. ده امتى التغير كان يحصل؟ قال لي لو كنت حطيت الايرون رود ده في الكويل اللي اسمه واي، فساعتها اقول اه ده هيزود الفاي. يعني قصه مالهاش دعوه بيها، ارنولد مش عامل لي اي حاجه. يبقى انا عايز كرنت بيديكريز، فاخترت له ايه؟ اخترت له تشويس بي، عشان لما الكرنت يكون بيديكريز الماجنتيك فيلد ديكريز، فاللي قدامي يعمل لي دايركت انديوز ماجنتيك فيلد. طيب question 11 بيقول لي the opposite figure represents a bent wire forming two parts of loops in the plane of the page. فكأن عندي هنا two loops مش لوب واحده. بيقول لي في يونيفورم ماجنتيك فيلد، ماشي. بيقول لي if the magnetic field او magnetic flux density increases at a constant rate، المagnetic flux density بتنكريز، معناها الفاي بينكريز، معناها اللوب دي هتتبسط بالكلام ده ولا لا؟ قال لي لا، الاكسترنال بتنكريز، يبقى اللوب دي ايه؟ هتعمل opposing magnetic field. طب الاكسترنال اصلا into the page، يبقى الاوبوزنج هتبقى ايه؟ هتبقى out of the page. فقلنا هيعمل لي opposing magnetic field، بص فين؟ بص out of the page. يبقى ده انهي؟ ده اللي هو بتاع اللوب. طب عشان ما توهش منه كده، وانا فين اللوب بتاعتي اصلا؟ انا اللوب بتاعتي اللي هي الاريا بتاعتها بالمنظر ده كده. ليه؟ هي دي الكلوزد سيركت بتاعتي، هي دي اللي هيمشي فيها كرنت، فهي دي اللي تهمني. طيب فاللوب دي كانها سيركل كامله لحد الحته دي كده. طب فانا عايز امشي الكرنت ازاي؟ قال لي حضرتك عايز تمشي الكرنت، تخلي صباعك الكبير بقى باصص كده ناحيه وشك، وتلف في صوابعك الاربعه، فتلاقي الكرنت ماشي فين؟ ماشي انتي كلوك وايز. فعشان يمشي انتي كلوك وايز كده، فهيجي هنا يروح مكمل ايه؟ هيجي هنا يروح مكمل انتي كلوك وايز، اللي هي كاونتر كلوك وايز. يبقى في اللوب الكبيره، اللوب الكبيره ماشي ايه؟ ماشي كاونتر. وفي اللوب الصغيره، لا احنا قلنا اللوب الصغيره هي كلوك وايز مش كاونتر، سوري، كلوك وايز. طب هو عايز ايه بقى؟ عايز الدايركشن بتاع الانديوزد كارنت in the small and the large respectively. يبقى عايز نبدا بالسمول، السمول احنا قلنا كلوك وايز، واللارج هي الكاونتر كلوك وايز، يبقى كلوك وكاونتر كلوك بعديها هي تشويس بي. Question 12 بيقول لي the opposite figure represents 3 coils 1 و 2 و 3 with common axis. يقول لي at the moment of closing the switch key، السويتش ده كده لما اقفله in the circuit 2، عايز اعرف ال relation between the potential at the points A و B و C و D. طيب تعالى كده نمشي واحده واحده ونشوف اصلا ايه اللي هيحصل. قال لي انا لما اقفل السويتش ده، فانا كده هنا وصلت ريزيستنس بارالل ريزيستنس اللي كانت موجوده، فالار ايكويفالنت في السيركت دي بدل ما كانت ار هتبقى ايه؟ هتبقى 0.5 ار عشان ده بارالل، فباخد واحده واقسمها على عددهم فهتبقى ايه؟ ار اوفر 2 اللي هي 0.5 ار. فالار ايكويفالنت عملت فيها ايه؟ قللتها. قللت الار ايكويفالنت فاكيد زودت الكرنت. طب هو الكرنت كان الدايركشن بتاعه ازاي؟ قال لي كان كده، بالمنظر ده كده اهو. تمام. فالكرنت هو بالمنظر ده كده. هلفف كده ايديا الاقي صباعي مشاور فين؟ قال لي ناحيه النورث، يبقى ده ساوث. جميل. جميل ماشي. طب انا عندي هنا الكرنت، ايه اللي حصل لما قفلت السويتش؟ بيزيد، يعني انا بزود الفلكس. فالكويل ده هيعجبه الكلام، قال لي لا هيعمل لي اوبوزنج، فاروح عامل لي الاتجاه ده ساوث، فيبقى الناحيه الثانيه ايه؟ نورث. الكويل من الناحيه الثانيه برضه هو شايف فلكس بيزيد عشان الكرنت بيزيد، هيعجبه الكلام ده؟ لا مش هيعجبه، الفلكس بيزيد يبقى هو هيعمل لي اوبوزنج فلكس، اوبوزنج ماجنتيك فيلد. طيب تعالى كده نشوف الدايركشن بتاع الكرنت. يلا انا عايز صباعي بص ناحيه النورث والفف صوابعي الاربعه، يبقى الاقي الكرنت بص ازاي؟ باصص لتحت بالمنظر ده كده. طيب الكرنت ماشي كده، ماشي كده اهو.
فلما يمشي في الريزيستنس احنا عارفين ان قبل ما يدخل على الريزيستنس بوزيتيف البوتنشال كبير، ولما يخش على الريزيستنس بتعمل كونسيوم فايه بيخرج نيجاتيف. ده الكلام بقى بتاع شابتر 1 كده نفتكره. طب تعالى نشوف الكلام ده هنا. برضه خلي صباعي بص ناحيه ايه؟ ناحيه النورث. والاقي الكرنت باص فين؟ قال لي باصص لتحت بالمنظر ده كده. تمام، فبرضه امشي الكرنت هلاقيه ماشيش كده، فهنا هيبقى ده بوزيتيف وده نيجاتيف. يبقى هنا عندي الفي بي اعلى من الفي اي، وهنا عندي الفي دي اكبر او اعلى من الايه؟ من الفي سي. طب فين الكلام ده في الاختيارات؟ عايزين الفي بي اكبر من الفي اي والفي دي اكبر من الفي سي، اهو ده اللي هو تشويس ايه. Question 13 بيقول لي the opposite graph represents the change in the magnetic flux intercepted by a metal loop and the time t. مديني الميتال لوب ده كده، ومديني جراف ما بين الفلكس اللي بيتغير وما بين التايم، وعايز نختار الجراف اللي ايه represents the relation between the induced EMF والتايم t. يبقى عايز نربط الجراف ده بجراف ما بين اللي بيحصل للإي induced. طيب افتكر كده القانون كان بيقول لي الإي induced equals negative n دلتا فاي على الدلتا تي. تمام. تمام، واضح كده عندي ان انا ايه، عندي شويه الفلكس كان بيزيد، بعد كده كونستانت، بعد كده بيقل يقل 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 يقل. تمام، فانا عايز اعرف في كل بيريد ايه اللي بيقل، ايه اللي شكل الاي انديوزد. طيب فهاجي تحت كده هنا واستنتج انا ايه مع نفسي. ادي التي وادي الاي انديوزد، وعادي اول انترفال عندي اهي كده من الزيرو لحد التي، تاني انترفال لحد ال 2 تي، وتالت انترفال مكمله للاخر لحد الايه؟ لحد ال 4 تي. طيب انا كنت بمسك انترفال انترفال واشوف الدلتا فاي على الدلتا تي بتاعتها انا اتغيرت قد ايه فلكس على التايم اللي انا خدته، وكنت بطلع ايه انديوز برقم. كنت بطلعه برقم، هل كنت بطلعه بكذا رقم او بريليشن؟ لا، كنت بطلعه برقم. ليه؟ لان انا كنت عم فراديدا بيقول لي انت بتحسب الافريج انديوز اي ام اف الافريج، فبتمسك كده بيريود وتشوف الدلتا تي والدلتا فاي اللي حصلت في الدلتا تي دي، وتجيب له ايه انديوز افريج، دي بتبقى برقم، مش ارقام متغيره. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اروح كده الاقي ان في اول بيريود مثلا لما كانت الدلتا فاي بتزيد في البيريود دي كده، ان الاي ام اف بتقل. دي معناها انها ايه؟ عند كل مومنت عماله تتغير تتغير تتغير. هنا مثلا بتزيد عند كل مومنت عماله بتزيد 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 بتزيد. لا، هي الاي ام اف ده انا بطلع افريج، ده رقم. كل بيريود بيبقى ليها رقم كونستنت على حسب الدلتا فاي على الدلتا تي، وعلى حسب هي بتزيد ولا بتقل. عشان النيجاتيف ساين بتعرفني انا اوبوزنج، اللي هي بتاعت لينز رول بتعرفني انا اوبوزنج ولا دايركت. فكده انا عندي الجراف ده طار، وعندي الجراف ده كمان طار. ان انا بحسب ايه؟ اي انديوزد افريج، رقم باجي عند كل بيريود وبحسب لها الدلتا فاي بتاعتها، وليكن هنا التغير كان من 0 لفاي على الدلتا تي، فاروح مطلع رقم، بطلع رقم كده كونستنت. طيب انا اقدر استنتج دلوقتي من غير ايه؟ من غير ارقام. انا عايز اشوف انا بوزيتيف ولا نيجاتيف. انا هنا مش مديني ارقام للايه؟ للاي انديوزد. طيب انا عندي اول بيريود دي اللي هي من الزيرو للتي كان الفلكس بيزيد، يبقى عندي الدلتا فاي بوزيتيف. بس انا عندي هنا نيجاتيف في الرول. ليه؟ لان انا عندي الكويل بيقول لي انت هتزيد يبقى انا هعمل لك اوبوزنج فيلد، فعشان اعمل اوبوزنج فيلد لازم الاي انديوز بتاعتي تبقى نيجاتيف، بتوبوز الفلكس اللي بيزيد. يبقى على طول انا باجي على الرول هنا عندي اهي الاي انديوز اكتبها تاني كده على جنب، ايكوال نيجاتيف. خلاص بقى نطلع الان بره اللعبه دلوقتي، انا مش بحسب ارقام. دلتا فاي على دلتا تي، لقيت الدلتا فاي بوزيتيف، نيجاتيف مع بوزيتيف يديني اي انديوزد مالها نيجاتيف. يبقى انا هشوف من الزيرو لتي اي انديوزد افريج اي انديوزد برقم ثابت مش بيتغير نيجاتيف. دي اول بيريود. طيب تاني بيريود لقيت اصلا ان الفلكس مش بيتغير، مفيش دلتا فاي، الدلتا فاي بزيرو، يبقى الاي انديوزد بزيرو، مفيش اي انديوزد زيرو، يبقى انا مرسوم عند الاكس اكسس اهو كنت بزيرو. طيب بعد كده من ال 2 تي لحد ال 4 تي هلاقي ان الفلكس بيقل، يعني الدلتا فاي بالنيجاتيف، فانا عايز اي انديوزد في البوزيتيف، عشان نيجاتيف مع نيجاتيف يديني بوزيتيف،
او عشان انا افهمها كفيزيكس، لما المagnetic فلكس بيقل انا عايز induced EMF في البوزيتيف تبقى في الدايركشن بتاعه. هو ده اصلا اساس لينز رول، هو حاطط النيجاتيف دي عشان كده. يقول لي انا لو الدلتا فاي بتاعي نيجاتيف، تمام، بيقل يبقى نيجاتيف، في نيجاتيف يبقى انا بوزيتيف، انا دايركت مش باوبوز. انما لو بيزيد يبقى عندي النيجاتيف بره دي عشان تعرفني ان انا ابقى اوبوزنج ماجنتيك فيلد. طيب انا الفلكس هنا هو عمال بيديكريز، فانا عايز اعمل انديوز مالها بوزيتيف عشان تمشي لي كارنت بوزيتيف، عشان ايه؟ تعوض لي الفاي اللي بيقل ده. يبقى انا عندي عايز اشوف الجراف حاجه بالمنظر ده كده، كان نيجاتيف، بعد كده طلع للزيرو، ومن الزيرو راح طلع ايه لقيمه بوزيتيف. بفكرك انا اخترت قيم ثابته، شرط ثابته كده، عشان انا بحسب انديوزد افريج بتبقى برقم في البيريود. انا بحسب لكل بيريود، ما ينفعش احسب عند كل نقطه. مش بحسب حاجه انستانتينيوس، انا بحسب حاجه افريج، يعني باخد بيريود كده على بعضيها واحسب لها. تمام. طيب ليه خدت البيريود دي ما خدتش مثلا من هنا لحد ال2 تي؟ قال لي عشان هنا كان تشينج هو انا عارفه، تمام، انما هنا ده ابتدى يتغير، التشينج نفسه اتغير، فانا لازم اغير البيريود بتاعتي اقسمها. هنا نفس الكلام، انا كان التشينج بتاعي هو كونستانت بقول انه ثابت، انما هنا ابتدى يديكريز، ما ينفعش اخد كونستانت مع ديكريز، يا انكريز لوحده وكونستانت لوحده وديكريز لوحده، ما ينفعش ايه اشوف ثلاث تغيرات مع بعض. فانا عايز الجراف اللي فيه نيجاتيف زيرو بوزيتيف، فين نيجاتيف زيرو بوزيتيف اهو، ده بس مش باينه، هنا عندي نيجاتيف اهي، هنا مرسوم على الزيرو، بعد كده هنا طلع ايه على البوزيتيف، يبقى اختار له تشويس بي. ولو تسمح لي يعني اخدك كده رخم عليك، اقولها لك بطريقه تانية عشان لو اتلخبطت من اول طريقه دي، ولو فهمت تقدر تجري عادي يعني. انا عندي ادي الفاي اهي، وادي التي، وكان عندي اول حته كده بتنكريز، بعد كده كونستانت، بعد كده ايه بتديكريز. طيب القانون E induced equals negative n دلتا فاي على دلتا تي. ماشي، الدلتا فاي على الدلتا تي، بقول لك دلتا الحاجه اللي على الواي اكسس على دلتا الحاجه على الاكس اكسس، ده كده اللي هو ايه؟ ده كده السلوب اوف الفاي تي جراف. دلتا الحاجه اللي على الواي اكسس على دلتا الحاجه اللي على الاكس اكسس على طول، ده الايه؟ ده السلوب بتاع انهي جراف؟ بتاع الجراف اللي ما بين الفاي وما بين التي. فعشان كده الانديوزد اللي انا بحسبها بتعتمد على ايه؟ على معدل تغير المagnetic فلكس، مش المagnetic فلكس كان بكام بقى، يعني ايه المعدل؟ يعني ايه المعدل؟ السلوب. تمام، السلوب. فانا عندي اول خط ده كده اهو، السلوب بتاعه كونستانت ولا لا؟ قال لي السلوب بتاعه كونستانت. ليه؟ اهو عامل لي انجل واحده. هل هو مثلا عمال يعمل كده، عمال بيغير في الانجل بتاعته؟ قال لي لا، الانجل بتاعته كونستانت. فطالما السلوب كونستانت يبقى من هنا لهنا السلوب كونستانت، يبقى الدلتا فاي على الدلتا تي الترم ده كله على بعضه كونستانت، ومضروب في نمبر اوف تيرنز اللي هو كونستانت، يبقى الايه انديوسد كونستانت. وهنا نفس الكلام. طب انا ليه قسمت الحته عندي ل 3 بيريدز؟ لان انا عندي 3 ديفرنت سلوبس. عارف لو الخط ده كان مكمل كده لاخر الصفحه كنت هاخده كله على بعض، ليه؟ لان كل ده اصلا هو عباره عن سلوب واحد. يبقى انا يهمني ايه؟ كل سلوب بيعبر عن ايه؟ عن ايه انديوس. السلوب اتغير يبقى ايه انديوس جديد، ما اتغيرش يبقى انا عندي الايه انديوس ايه ثابت. ان انا يهمني ايه؟ يهمني السلوب. السلوب بتاع مين؟ بتاع الجراف اللي هو فاي مع التايم. Question 14 بيقول لي the opposite figure represents a metal loop placed in the plane of the page perpendicular to a uniform magnetic field whose intensity varies according to the opposite graph. بيقول لي a current is induced in the loop during the time intervals من 0 ل t ومن t ل 2t in the direction. عايز اعرف الدايركشن. طيب هو الدايركشن بتاع الكرنت كان بيتحدد على اساس ايه؟ افكرك. قال لي كان بيتحدد على اساس انا بزود الفلكس فاللوب هيعمل لي اوبوزنج ماجنتيك فيلد عشان هو مش بيقبل الزياده دي، ولا انا بقلل الفلكس فهيعمل لي دايركت عشان يعوض الفلكس اللي انا بقلله من عليه. قال لي تعالى نشوف، تعالى نبص على الجراف. من الزيرو للتي انا شايف الماجنتيك فلكس دي ايه اللي بيحصل لها؟ بالديكريز انتو ذا بيج وبالديكريز. يبقى الكويل هو كمان عايز يعمل ايه؟ هو كمان عايز يعمل انتو ذا بيج دايركت. ليه؟ عشان ده ديكريزنج ماجنتيك فلكس دنسيتي، فهو عايز يعوض الديكريز اللي بيحصل ده. طيب عشان اعمل انتو ذا بيج، خلي صباعك الثumb كده مشاور انتو ذا بيج ولف صوابعك الاربعه، هتلاقي الكرنت ماشي فين؟ في الدايركشن ده اللي هو 1. تمام، يبقى هنا كان الدايركشن بتاعي 1.
هلاقي برضو ان من التي لل 2 تي برضو بيديكريز المagnetic فلكس density بالديكريز. تمام. بس خد بالك من حاجه، انا هنا المagnetic فلكس density من التي لحد ال 2 تي بقت ايه؟ بقت نيجاتيف. عارف يعني ايه بقت نيجاتيف؟ يعني عكست الدايركشن. دي قعدت تديكريز 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 لحد الايه ما وصلت للزيرو، لحد ما بقاش ايه في فلكس خالص. بعد كده ايه اللي حصل؟ بعد كده راحت قعدت ايه تنكريز 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 بس في النيجاتيف. يعني ايه بتنكريز بس في النيجاتيف؟ يعني عكست الدايركشن، دي بقت اوت اوف ذا بيج. بقت بالمنظر ده كده اوت اوف ذا بيج. ده معناه انها نيجاتيف. نيجاتيف يعني عكست الدايركشن. عكست الدايركشن. طيب هي دلوقتي بتزيد في النيجاتيف دايركشن ولا لا؟ بتزيد في النيجاتيف دايركشن. امم بتزيد في النيجاتيف دايركشن. يعني انا عندي الاوت اوف ذا بيج اللي هو الاكسترنال ده بيزيد. طيب عندي اكسترنال بيزيد، يبقى الكويل هيعمل لي ايه؟ يبقى الكويل هيعمل لي اوبوزنج ماجنتيك فيلد، يبقى هيمشي انتو ذا بيج اوبوزنج. طب انتو ذا بيج يبقى الكرنت هيمشي ازاي؟ قال لي برضه في نفس الدايركشن اللي هو نمبر 1 ده. تمام. تمام. يبقى عندي في التو انترفالز ده كان 1 والتاني كان 1، يبقى اختار ال 1 و1. فين الكلام ده؟ قال لي ده اللي هو تشويس ايه. Question 15 بيقول لي the opposite figure represents two metallic loops X و Y wire Z in the same plane of the page. The wire Z carries an electric current of intensity I. بيقول لي if loops X و Y approach wire Z. يعني ايه؟ يعني بيقربوا عليها. واضح كده ان هو راسم لي سهم الفلوسيتي ناحية الواير Z. عايز يعرف ايه؟ عايز يعرف الدايركشن اوف induced current. طيب ما احنا قلنا الدايركشن اوف induced current لازم احدد. انا في اللوب X وفي اللوب Y الفاي الاكسترنال اللي انا شايفها بتنكريز ولا بتديكريز؟ فاسأل نفسي السؤال ده. طيب انا هنا لما اقرب على الواير، هو انا اصلا مين اللي عامل لي المagnetic فلكس دي او المagnetic فيلد ده؟ قال لي اللي عامله لي الواير. الواير عامل لي هنا ناحيه اليمين into the page وناحيه الشمال out of the page. طب هو انا لما اقرب للواير المagnetic فلكس اللي انا شايفه هيزيد ولا هيقل؟ قال لي اكتب لي كده، فكرني كده القانون بتاع البي واير. قال لي البي واير كان بيساوي ميو اي على 2 باي دي. يعني البي واير كان inverse proportional مع الديستانس. يعني كل ما الديستانس تقل اللي هي ما بين الواير وما بين النقطة اللي بحسب عندها، كل ما الديستانس يقل كل ما البي تزيد. طب انا بعمل ايه لما بقرب للواير؟ انا بقرب للواير يعني بقلل الديستانس، بصغر الديستانس، يعني البي هتزيد يعني الفاي هتزيد هنا وهنا. يعني هنا هيحصل لي اوبوزنج ماجنتيك فيلد انديوزد ماجنتيك فيلد. طب الاوبوزنج هنا عايز يعاكس اللي موجود اصلا. هو الموجود نتيجة الواير هو ايه؟ اوت اوف ذا بيتش، يبقى هو عايز يعاكسه هيبقى ايه؟ انتو ذا بيتش. هنا انتو عايز يعاكسه هيبقى ايه؟ اوت اوف ذا بيتش. طب عشان الكويل الجميل ده يمشي لي اوت اوف ذا بيج، خلي صباعك بص ناحيه وشك كده اوت اوف ذا بيج وحرك صبعك الاربعه لففهم كده، فلاقيه ماشي في الدايركشن ده كده اللي هو دايركشن 3. يبقى الواي هيبقى في الدايركشن 3. طيب خلي بالك احنا شغالين على الدايركشن الاحمر. ليه؟ ده الدايركشن بتاع الانديوزد فيلد في الكويل. انما الاسود ده ايه؟ ده اللي نتيجه الواير عشان ما تتوهش مني. انما الكويل اللي اسمه اكس، خلي بقى صباعك كده وبص انتو ذا بيج. هو عايز يمشي انتو ذا بيج عشان يبقى اوبوزنج للي جاي له اوت اوف ذا بيج من الواير. هتلاقي صبعك بتلف ازاي في الكلوك وايز دايركشن اللي هو في الدايركشن اللي هو 2 في الدايركشن ده كده. يبقى عندي الاكس هيمشي فيها كارنت في الدايركشن 2 والواي في الدايركشن 3. يبقى انا عايز 2 و 3 اهي اللي هي تشويس سي. Question 16 بيقول لي the opposite figure represents an electric circuit with a metal loop placed in the center at the same level. عايز ال direction of the induced current in the loop. أول حاجة during the movement of the slider in direction 1. واضح كده إن أنا عندي دي اللي هي ال R variable. تمام. وتتغير بتغيير إيه؟ السلايدر. أو لو حركت في الدايركشن 2. طيب بص كده المسألة كده هتلقط إيه؟ هتلقط إن أنا عندي كأن ده كده سيركولار لوب كبيرة أهي. كأن دي كلها كده سيركولار لوب كبيرة. تمام. لأن الكرنت أهو ماشي كده. فلو حبيت ابص لها انها فور وايرز بس هتوه نفسي، اما اقعد احسب الدايركشن بقى بتاعهم هم الاربعه، الاقي اصلا ان الاربعه عاملين لي ايه؟ اوت اوف ذا بيج في السنتر هنا. يبقى مقصرين لي على اللوب دي اوت اوف ذا بيج.
بس انا الاسهل ايه، طالما خلاص دي لوب مقفوله ايا كانت سكوير بقى ريكتانجل ايا كان، طالما اي لوب مقفوله خلاص بعملها على انها لوب، مش لازم تكون سيركلر لوب. تمام. فانا عندي اللوب اللي هي على شكل سكوير كده عامله لي ايه، عامله لي ماجنتيك فيلد اوت اوف ذا بيج. طيب احنا قلنا اتجاه الكرنت، الانديوسد كرنت هيتحدد على اساس ايه، على اساس الاوت اوف ذا بيج الجميل ده كده. تمام. هي انكريز ولا هي ديكريز؟ تعال نشوف. اول حاجه لما احرك السلايدر في الدايركشن 1، بحرك السلايدر في الدايركشن 1، حركته كده جبته هنا اهو. يعني الكرنت، الكرنت كان ماشي ازاي اهو، كان ماشي كده 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 كده. بدل ما كان هيمشي الحته دي كلها في الريزيستنس وينزل، لا، ده انا قربت للكرنت، قربت للكرنت، فيروح ايه ماشي حته صغنطوطه قوي في الريزيستنس ويروح نازل اهي. انا بتخيلها كده عشان ما اتلخبطش واتوه. تمام. يبقى انا قربت المسافه للكرنت، اشوف كده امشي الكرنت واشوف هو هيمشي مسافه اقل ولا اكبر من اللي كان ماشيها في الاول في الفاريبل ريزيستنس. فلاقي ان هو في الفاريبل ريزيستنس بدل ما كان هيمشي كل ده وينزل من النص كده، لا، ده انا قربت له السلايدر فهيمشي ايه، قربت له السلايدر من تحت كده فهيمشي حته صغنطوطه في الريزيستنس، فقللت الريزيستنس. اول ما الريزيستنس تقل على طول ايه اللي هيحصل، الكرنت هيزيد، الكرنت في الاوتر لوب دي هيزيد. فلما الكرنت في الاوتر لوب دي هيزيد، ايه اللي هيحصل للمagnetic فلكس اللي هي اوت اوف ذا بيج دي، اللي هتزيد، لان البي لوب كانت ايه، ميو اي على ايه 2 في ريديوس. زودت الكرنت، اي ماجنتيك فلكس دينستي على طول ايه دايركت مع الكرنت. زودت الكرنت يبقى زودت البي اللي هي اوت اوف ذا بيج. زودت الفلكس، طب السيركولار لوب دي هتقف تتفرج، هتعمل لي ايه، هتعمل لي اوبوزنج. ليه؟ عشان انا بزود الماجنتيك فلكس عليه، هتعمل لي اوبوزنج فيلد. طيب اوبوزنج فيلد هيكون الدايركشن بتاعها ايه، هيكون الدايركشن بتاعها انتو ذا بيج، عشان هي بتوبوز اللي هي متاثره بيه. طب عايز امشي اللوب دي اللي هي اللي جوه الصغنطوطه دي، عايزه تمشي انتو ذا بيج، انتو ذا بيج يعني صباعك الكبير باصص انتو ذا بيج كده ولف في صبعك الاربعه، هلاقي الكرنت بيلف ازاي في الدايركشن ده مع الدايركشن اللي هو فوق. يبقى انا هختار له في اول كيس دي يا دي يا دي. طيب تعال نشوف لو بعدت السلايدر. طب هل انا محتاج اتشيك ابعد السلايدر كده واتشيك؟ لا خلاص، ما انت لما كنت مشيتها في الدايركشن بتاع 1 كنت بتقلل الريزيستنس، لما تمشيها في 2 اكيد هتعمل ايه، اكيد هتزود الريزيستنس. طيب عايز تتشيك اهو، حرك السلايدر كده هنا، فهتلاقي الكرنت بدل ما كان يجي كده وينزل هنا، لا هيمشي مسافه اطول في الريزيستنس، فالريزيستنس هتزيد. الريزيستنس زادت فاكيد الكرنت هيقل، فلما الكرنت يقل مين كمان هيقل؟ قال لي المagnetic flux density اللي هي اوت اوف ذا بيج. طب اوت اوف ذا بيج وبالديكريز، السيركولار لوب دي هتسكت؟ لا، هتشوف ديكريزنج ماجنتيك فيلد. يبقى هتعمل لي دايركت ولا اوبوزنج؟ لا هتعمل لي دايركت، هي مش عايزاه ديكريز. دايركت يعني هتمشي لي ايه، اوت اوف ذا بيج. طب اللوب عايزه تمشي اوت اوف ذا بيج اللي هي اللي جوه دي، خلي صباعك بص كده ناحيه وشك ولف في صبعك الاربعه، تلاقي صبعك الاربعه بيلفوا ازاي، قال لي في الدايركشن اللي هو 3. يبقى انا اختار له هنا، انا عايز 4 مع 3، لا انا عايز هنا 4 مع 3، 4 مع 3 دي اهي اللي هي تشويس دي. Question 17 بيقول لي the opposite figure represents a person riding a bicycle under a wire carrying an electric current. ماشي، هو ماشي كده تحت ايه، تحت واير كبير كده، طبعا ده لو ماشي تحت واير فعلا هيموت من المagnetic field اللي دماغه شايفاه. بيقول لي the person starts moving from one side to other crossing sections 1 و 2 و 3، اهو ماشي لي من 1 هيعدي على 2 بعد كده يطلع على 3. بيقول لي if the bicycle wheels are made of conducting material. تمام. الويلز دي معموله من conducting material يعني هتاكت از ايه، circular loop. ماشي. بيقول لي in which sections، في اي section من دول يا ترى هو نازل ولا هو ماشي كده ولا هو طالع، ايه اللي هيحصل. the direction of the induced current in the front wheel of the bicycle be in the direction of the wheel rotation. طيب انا اول حاجه اصلا هي الويل بتروتيت في انهي اتجاه، انا قال لي انا نازل تحت فالويل بتروتيت كده، بتلف كده اهي عشان هو نازل لتحت. تخيلها كده اهو، تلاقي العجله بتلف ايه، بتلف كده عايزه تنزل اهي عشان ماشيه كده. طيب فانا خدت الويل اهي كده، والعجله بتروتيت ازاي، احنا قلنا كده بتروتيت في الكلوك وايز دايركشن. طب هو عايز الكيس اللي الكرنت يروتيت في الكلوك وايز دايركشن. طب لما الكرنت يروتيت في الكلوك وايز دايركشن هيعمل لي ماجنتيك فيلد باصص فين، قال لي باصص انتو ذا بيج، انتو ذا بيج. طيب هو الانديوز كرنت اللي انتو ذا بيج ده هيبقى نتيجه ايه،
قال لي نتيجه ان انا عندي ماجنتيك فيلد جاي لي من الواير اهو بيأثر على الويل دي. تمام. الدايركشن بتاعه ايه؟ قال لي تعالى كده حط كده صباعك الكبير في اتجاه كارنت امبيرز رايت هاند رول، واخبط بصبعك الاربعه، ومطرح ما صبعك الاربعه يخبطوا يبقى ده ايه؟ انتو ذا بيج. يبقى انا عندي اصلا الويل، تمام، كانت شايفه من بره انتو ذا بيج، وهو عايزها لي تعمل برضو انتو ذا بيج. يبقى امتى الكلام ده يحصل؟ قال لي الكلام ده يحصل لما يكون الايه؟ المagnetic فلكس اللي الويل دي شايفاه بيديكريز. عرفت منين؟ ده هي متأثرة بانتو ذا بيج، وهو عايز الانديوسد هو كمان يبقى انتو ذا بيج. يبقى ده اوبوزنج ولا دايركت؟ قال لي ده دايركت. الدايركت امتى بيحصل؟ لما يكون المagnetic فيلد اللي اللوب شايفه بيحصل له ايه؟ بيقل. طيب، يبقى انا عايز اشوف انهي سيكشن في دول اللي المagnetic فيلد بيقل فيه. طيب، هو دلوقتي انا عندي البي اللي هي نتيجة الواير دي، انا عارف ان البي انفرس مع الديستنس، انفرس مع الايه؟ مع الديستنس. يبقى انا عايز ازود الديستنس اللي ما بيني وما بين الواير عشان اعمل ايه؟ اقلل البي. طب انهي سيكشن في دول اللي انا ببعد عن الواير فالديستنس بتزيد فالبي بتقل؟ فيروح السيركولار لوب اللي هي الويل دي عامله لي ايه؟ دايركت عشان تعوضه، دايركت معاه عشان تعوضه. يا ترى وانا نازل ولا وانا واقف هنا ولا وانا طالع؟ تعال نشوف. وانا نازل عمال بتحرك كده، بص اللي بيحصل الديستنس، بص اللي بيحصل الديستنس، الديستنس بتزيد ففعلا الماجنتيك فيلد بيقل. فسيكشن 1 هو فعلا اللي فيه ديكريزنج ماجنتيك فيلد خارجيه، فاللوب هيعمل لي دايركت ماجنتيك فيلد هتبقى معاه في نفس الدايركشن انتو ذا بيتش، فتمشي لي الكرنت في الدايركشن بتاع الويل ده، الحاجه اللي هو عايزها. يبقى في سيكشن 1. طيب تعال نشوف في سيكشن ايه؟ سيكشن 2. سيكشن 2 انا واقف هنا، تعال نعملها بلون تاني عشان تبان. فالديستنس كانت كده وعمال بتحرك، فالديستنس كانت كده عمال بتحرك، فالديستنس كانت كده. هي الديستنس بتتغير؟ قال لي لا، ده الديستنس كونستانت ثابته. الديستنس كونستانت يعني اصلا الايه؟ الانديوزد كارنت والانديوزد ماجنتيك فيلد بزيرو، الانديوزد بزيرو، مفيش تشينج اصلا. طب وانا طالع انا كنت واقف هنا، فالديستنس كل دي كده لحد ما طلعت فوق، الديستنس ايه اللي حصل لها؟ بتقل. الديستنس بتقل يعني البي بتزيد، البي بتزيد يبقى ده هيعمل لي اوبوزنج. هل هو عايز اوبوزنج؟ لا، ما هو لو عمل اوبوزنج يبقى الكرنت هيمشي فين؟ هيمشي كده. ولا تعالى نشوف برضو، لان هو ما حددهاليش باتجاه معين، هو حددها باتجاه الويل روتيشن. طيب، احنا قلنا وانا طالع الديستنس هتقل فالبي هتزيد، فهيعمل لي ماجنتيك فلكس دينسيتي اوبوزنج. طب هي كانت انتو ذا بيج، هو هيعمل لي اوبوزنج يعني ايه؟ اوت اوف ذا بيج. فعشان يعمل لي اوت اوف ذا بيج يبقى الكويل الكرنت هيكون ماشي فيه ازاي؟ قال لي في الدايركشن ده كده، اللي هو كاونتر كلوك وايز. طب هل ده يا ترى في الدايركشن بتاع الوي روتيشن؟ تعال نشوف. هو انا لو طالع كده، طالع كده بتحرك كده، فالعجله هتمشي ازاي؟ قال لي دخلتها الاقي العجله بتمشي كده. لا، هي ماشيه لقدام برضو. بص عشان ما اتلخبطش، انا في كل الحالات انا بص ايه؟ ناحيه اليمين كده، فعندي عجله اهو، بص ناحيه اليمين كده، فالعجل بيدور ازاي؟ قال لي العجل بيلف كده. لا، يبقى برضو ايه؟ انا عايز في نفس الدايركشن بتاع الوي روتيشن، يبقى لما الكرنت يكون في نفس الدايركشن بتاع الوي روتيشن يبقى برضو ايه؟ انتو ذا بيج. تمام. هو كده كده الوي روتيشن هنا من هنا لهنا ما اتغيرتش، هو نفس الايه؟ نفس الدايركشن. في الحالتين هي بت ايه؟ بتمشي ناحيه اليمين كده. يبقى انا هختار له ايه؟ هختار له سيكشن 1 اونلي. ليه؟ عشان سيكشن 3 هي فيها انديوسد كارنت بس مش مع نفس الدايركشن بتاع الوي روتيشن. يبقى اختار له ايه؟ تشويس ايه اللي هي سيكشن 1 اونلي. Question 18 بيقول لي the opposite figure represents an insulated copper loop placed in the plane of the page and immersed in a magnetic field perpendicular to its plane and directed inward. When pressing the metal loop to reduce its cross-sectional area، ايه اللي هيحصل لها؟ هتinduces current في انهي direction؟ طيب، هو انا لما اضغطها كده هعمل ايه؟ قال لي اهو، هو قال لي reducing its cross-sectional area، يعني الاريا هتقل. يعني يا ترى المagnetic flux اللي الكويل ده شايفه هيزيد ولا يقل؟ قال لي انا مش عارف، اكتب القانون. المagnetic flux بتساوي البي في الاي في الكوزاين سيتا. هل انا هغير البي؟ قال لي لا، البي ما اتغيرتش، اعمل عليها برواز. هل اغير السيتا؟ قال لي لا، السيتا ما اتغيرتش، اعمل عليها برواز. هقلل الاريا، فالمagnetic flux ايه اللي هيحصل لها؟ هتقل هي كمان. هقلل المagnetic flux، فاللوب دي عايزه تعمل ايه؟ اهو بقول decreasing magnetic flux، يبقى هتعمل لي دايركت
ماجنتيك فلكس دايركت تبقى معايا، يبقى هتبقى ايه في الاتجاه اللي هو ايه انتو ذا بيج، عشان تعوض اللي بي ال ده، عايزه تعوض التغير اللي بيحصل انتو ذا بيج. طب عشان الكويل او اللوب دي تعمل لي انتو ذا بيج، الكرنت هيبقى ماشي ازاي؟ قال لي خلي صباعك كده باصص لجوه انتو ذا بيج، لف في ايدك هتلاقي صباعك الاربعه بيلفوا فين؟ في الكلوك وايز دايركشن، يبقى اروح اختار على طول ايه induces a current in the clockwise direction. Question 19 بيقول لي the opposite figure represents a metal loop with a radius 5 cm و resistance 1 ohm. بيقول لي the upper half is exposed to a magnetic field P1 increasing بالريت ده. طيب and the lower half is exposed to the magnetic field B2 increasing at rate بالرقم ده كده. given that the ammeter reading 0.5 ampere، عايز الفولتميتر reading. طيب يبقى نمسك السؤال ده واحدة واحدة بقى عشان ما ندوخش منه. وأول حاجة أنا عندي البي 1 ده بينكريز، تمام، والبي 2 برضه هي كمان بتنكريز، فالنص لوب اللي فوق عايزة تمشي إيه؟ اوبوزنج، يعني هتمشي لي اوت اوف ذا بيج، واللي تحت عايزة تمشي لي اوبوزنج فهتعمل لي انتو ذا بيج. يبقى أنا عندي كل نص شغال لوحده، يبقى أنا هقسم كده المسألة عندي نصين. ليه؟ نص اللوب اللي فوق شايف ماجنتيك فلكس بدايركشن معين وبيتغير بريت معين، نص اللوب اللي تحت شايف ماجنتيك فلكس دينستي بدايركشن معين وبيتغير بريت ايه معين. طيب تعالى نشوف كده الكرنت او الدايركشن بتاع الكرنت هيمشي ازاي فوق. احنا قلنا انا عندي فوق انتو ذا بيج وبي ايه وبي انكريز، يبقى فوق نص اللوب اللي فوق هيعمل لي ايه؟ هيعمل له اوبوزنج عشان بينكريز اوت اوف ذا بيج. طيب عشان اعمل اوبوزنج اوت اوف ذا بيج يبقى النص لوب اللي فوق هيمشي فيها كرنت عامل ازاي؟ قال لي هيمشي فيها كرنت في الانتي او الكاونتر وايز دايركشن، يبقى عايزه تمشي كرنت كده. تعالى نسميه وليكن مثلا ايه اي 1. طيب واللوب نص اللوب اللي تحت عايز يمشي كرنت ازاي؟ احنا قلنا عندي برضو اوت اوف ذا بيج وبيزيد، اوت اوف ذا بيج وبيزيد، يبقى انا هعمل له اوبوزنج، يبقى اعمل له ايه؟ انتو ذا بيج. طب عشان امشي انتو ذا بيج يبقى الكرنت هيكون ماشي ازاي؟ هيبقى عامل كده، عايز يمشي ايه؟ كلوك وايز، ماشي لي كده كلوك وايز في الكلوك ايه وايز دايركشن. طيب فانا الانديوس اي ام اف في ال upper part of the loop، النص اللي فوق ده كده هيبقى بص زي قال لي كأنه باتري بالمنظر ده كده، ليه انديوست باتري بالمنظر ده عايزه تمشي كرنت بالمنظر ده كده. طيب وهنا وتحت انا عايز امشي كرنت كده في الاتجاه ده، فهضطر اعمل باتري هنا وباتري كمان هنا بالمنظر ده كده. طب ليه ما عملتش باتري واحده؟ قال لي عشان هما مش كونكتد توجذر، مش متوصلين ببعض، يعني هي مش لوب واحده ومقفوله، فاقدر احط ايه ده التو باتريز مع بعض. تمام، لا دي مفتوحه، انا عندي كرنت يمشي كده 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 كده، بعد كده يجي كده، بعد كده داخل كده. تمام، قال لي تمام. طيب هل اقدر احسب هل اقدر احسب ال الاي انديوزد بتاعت كل باتري؟ قال لي ما انت لو حسبت الاي انديوزد وحضرتك معاك الكرنت، نيجي بقى نشوف بقى قصه الفولتميتر دي ايه. طيب فكرني كده بقانون الاي انديوزد. ادي الاي انديوزد ايكوالز نيجاتيف ان في دلتا فاي على دلتا تي. ماشي، وقلنا بسأل نفسي سؤال، هو مين اللي بيتغير؟ البي ولا الاريا ولا كوزاين الثيتا ولا ايه ولا اتنين او تلاتة منهم؟ وانا عندي هنا في المسألة هو اصلا مديني increasing rate بتاع ايه؟ بتاع المagnetic flux density، يبقى المagnetic flux density هي اللي بتتغير، ومديني كمان الدلتا بي على الدلتا تي اهو، تسلا بير سكند دلتا بي على دلتا تي. طيب الاريا ثابته، الثيتا ثابته، وفي البربنديكولار بوزيشن، فانا مش محتاج اكتبها اصلا عشان الثيتا بزيرو اهو. النورمال على الكويل ده ماله بارلل مع المagnetic flux density، مع خطوط المagnetic flux density. يبقى انا هطلع الاريا بره الدلتا دي، فيبقى عندي قانون كده نيجاتيف ان، ادي الاريا وادي دلتا بي على دلتا تي. طيب الدلتا بي على الدلتا تي هو مديني اللي هي الانتو ذا بيتش اللي هي البي 1 دي، مديني الدلتا بي على الدلتا بي بتاعتها، والبي 2 برضه مديني الدلتا بي على الدلتا تي بتاعتها. طيب يبقى انا كده قلنا عندي 3 باتريز، ادي عندي اي انديوست، تعالى نسميها اي انديوست 1، ودي اي انديوست 2، ودي اي انديوست
3. واتفقنا ان انا ما ينفعش اعمل الباتريز اللي هم ال 2 وال 3 ارسمهم مع بعض. عشان ايه؟ عشان عندي الحته دي مفتوحه. هم مش نص، هم لا، الحته دي قسمتها كده، قسمت لي لربع وربع. طب تعالى نحسب الاي انديوسد 1. الاي انديوسد 1 نيجاتيف. النمبر اوف تيرنز بتاعتها بكام؟ قال لي دي نص الدايره، يبقى هاف. في الاريا قال لي انا نص الاريا، يعني نص، وانا عشان على شكل لوب فهبقى ايه؟ نص الباي في الراديوس سكوير. طب الراديوس هو مدوني 5 سنتيمتر، يبقى احطه هنا 5 بس اضربها في 10 باور نيجاتيف 2 واعمل لها سكويرنج. ناقص كده ايه؟ الدلتا بي على الدلتا تي. هو انا هنا انهي بي؟ قال لي انت في البي 1 يبقى تاخد انهي دلتا بي على دلتا تي؟ هتاخد بتاعت البي 1، يبقى ياخد الدلتا بي على الدلتا تي دي، يبقى هتضرب في كام؟ في 1000. دي الدلتا بي على الدلتا تي على طول. كده حسبت له الاي انديوسد 1. طيب تعالى نكتب برضو الاي انديوسد 2 والاي انديوسد 3 بالمره عشان نحسب مره واحده على الكالكوليتر. ادي نيجاتيف. انا شغال فين؟ اي انديوسد 2. الحته دي كده تمثل قد ايه من الدايره؟ قال لي الربع، يبقى 0.25 مضروبه الاريا. قال لي انت ربع الدايره، يبقى انت ايه؟ ربع الاريا. هي الحته دي كده ربع الاريا، يبقى 0.25. وقلت اريا يعني باي في الراديوس سكوير، نفس الكلام زي اللي فوق. طيب انت في انهي ريجون من البي؟ قال لي انت بي 2، يبقى الدلتا بي على الدلتا تي بتاعتك كام؟ 235. وشوف برضه تطلع بكام على الكالكوليتر. تعالى برضه نشوف الايه انديوزد 3 هي كمان بالمره. نيجاتيف، انا برضه ربع. خلاص نفس الكلام اللي عامله الاي انديوزد 2 هي تبقى قد اي انديوزد 3. ليه؟ بالظبط. ليه؟ الاثنين كوارتر سيركل والاثنين في نفس الريجون، فشايفين نفس الدلتا بي على الدلتا تي. يبقى اللي هحسبه هنا هكتبه تحت على طول، يبقى اقول له الاي انديوزد 3 بتساوي 2 على طول. فاروح احسب بقى دي ودي واشوف هيطلعوا بكام. تطلع اي انديوزد 1 بكام؟ بنيجاتيف 1.96. الرقم ده كده نيجاتيف 1.96 approximately equal كام؟ نيجاتيف 2. طب هل هناخد النيجاتيف؟ لا. ليه؟ ما انا حددت اصلا الدايركشن بتاع الباتري كده كده بدايركشن الكرنت، فانا مش محتاج النيجاتيف دي. النيجاتيف دي ما هي بتقول لي ان انا اوبوزنج. طب ما انا عارف ان انا اوبوزنج، وعلى اساسه حددت دايركشن الكرنت، وعلى اساسه حددت دايركشن الباتري. يبقى انا عايز قيمه الفولتج الانديوس ده بتاعت الباتري، يبقى ياخد ايه؟ 2 ب 2 فولت. الانديوس 2 هتطلع بكام؟ 0.018 اللي هي approximately equal 0.02. ال 8 دي هتسلف ال 1 تاني 0.02 فولت. وهنا برضو عندي ايه؟ 0.02 فولت، عشان قلنا ال induced 2 قد ال induced 3. طيب كده حسبت ال induced. انا عايز ايه اصلا من البدايه؟ قال لي حضرتك عايز الريدنج بتاعت الفولتميتر. طيب انت الريدنج بتاعت الفولتميتر لو جيت بصيت من الناحيه دي جوه النقطتين دول، هتلاقي ان انت عندك باتري وريزيستنس. الريزيستنس تعرف تجيب الدلتا في اللي عليها، ليه؟ عشان انت معاك الكرنت. طب الباتري دي اعرف اي حاجه عنها؟ لا. يبقى انا هضطر احرك البوينتس بتاعت الفولتميتر، اروح اشوف يعني من الناحيه التانيه. طب من الناحيه التانيه اهو، طالما كل دي سلكه 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 فاجيب طرف الفولتميتر الناحيه دي. وطالما دي سلكه 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 امشي عادي، اروح جايب طرف الفولتميتر الناحيه دي، فيبقى عندي الفولتميتر بالمنظر ده كده. تمام. فتعالى نعمل حاجه. اهو احنا جبنا كده حته بيضه عشان ايه؟ نرسم عليها ونشتغل. فانا عندي اللوب بالمنظر ده كده. همشي كده هلاقي ايه؟ هلاقي باتري. اجي عند النص الفوقاني الاقي باتري بصالي الناحيه دي. انزل تحت كده الاقي باتري بصه الناحيه دي. واروح خارج ومديني بالمره دايركشن الكرنت ماشي ازاي. قال لي ماشي كده. ماشي كده يبقى هو اصله كان جاي ازاي؟ قال لي كان اصله جاي كده، يبقى ارسم لي برده الكرنت جوه كده اللي هو بكام؟ 0.5 امبيرز. وانا حاطط الفولتميتر فين؟ قال لي حاطط الفولتميتر هنا. يبقى انا عايز الفولتج من النقطه دي لحد النقطه دي. ماشي. ده بقى شغل ايه؟ ده شغل شابتر 1، اللي هو همشي والفولتات اللي بالبوزيتيف هكتبها بالبوزيتيف، واللي بالنيجاتيف هكتبه بالنيجاتيف. طيب بس انا في حاجه ما رسمتهاش، ايه؟ الريزيستنس. هو قال لي اللوب دي ليها ريزيستنس. اه بس انا هنا محتاج اقسم الايه؟ اقسم الريزيستنس، ولا اقول لك تعالى نرميها في اي حته مش هتفرق؟ ولا هتفرق؟ لا بص، تعالى اقول لك. قلنا هتفرق عشان دايركشن الكرنت مختلف، كل واحد عايز يمشي كرنت، ف دايركشن الريزيستنس ايه؟ هيختلف. طيب انا عندي النص الفوقاني اللي هو هيتولد عليه الباتري اللي احنا جبنا لها قيمتها اللي هي انديوسد 1 دي كده.
تمام. هي شايفه قد ايه من الريزيستنس بتاعت اللوب كلها؟ قال لي دي نص الدايره، يبقى شايفه نص الريزيستنس. يعني انت الريزيستنس التوتال عندك بتاعت اللوب كلها ب 1 اوم، يبقى هي شايفه ايه 0.5 اومز. وهاجي هنا عند الربع ده كده، اجي عند الربع ده كده اعمل ايه؟ اروح حاطط ربع ريزيستنس اللي هي 0.25، وعند الربع التاني برضو ايه 0.25. طب اقول لك على حاجه، صدقني حتى ما كانت هتفرق ان انا قسمتهم ولا لا. ليه؟ لان اصلا اللي هيحدد لي الفولتج على الريزيستنس هو الدايركشن بتاع الكرنت. ففي كل الاحوال، في كل الاحوال الدايركشن بتاع الفولتج اللي على الريزيستنس ثابت. انا عارف ان هي حته تتوه، بس يعني اقول لك على حاجه، بص ادي رسمه اهي تاني كده سريعا. انا قصدي ايه؟ قصدي لو انا كنت حطيت ريزيستنس واحده هنا، او ايا كان في اللوب كلها قيمتها 1 اوم، مش هتفرق في حاجه عن ان انا قسمتها. تمام. يعني هي هنا، تعالى نحسب على دي وجرب انت تبقى تحسب كده، دي هتلاقي برضو ايه هتطلع لك نفس الرقم. طيب تعالى نشوف احنا عايزين نعمل ايه. قال لي احنا عايزين اشوف شايف كله فولتات عشان ابتدي اشتغل بقى ايه من بوينت لبوينت. الباتريز جاهزه، طب اكتب لي قيمتها يلا عليها. ادي اللي فوق دي 2، اللي تحت 0.02، واللي تحت دي برضو 0.02، والساينز بتاعتها جاهزه اهي، الشرطه الصغنطوطه نيجاتيف والكبيره بوزيتيف. الريزيستنس بجيب الفولتج اللي عليها ازاي؟ قال لي الكرنت اللي ماشي، هو الكرنت اللي ماشي في اللوب كلها هو عباره عن ايه؟ عباره عن 0.5. مش هي اللوب دي كلها سيريس مع بعض؟ اه، يبقى الكرنت اللي ماشي هنا برضو ايه 0.5، والدايركشن بتاعه ايه كده بالمنظر ده كده. فانا عندي 0.05 ماشيه لي كده. تمام، فهتخلي لي ده بوزيتيف، هي داخله على ريزيستنس من البوزيتيف وخارجه من النيجاتيف. كان عندي هنا 0.5 امبير هي اللي ماشيه، وعامله لي دي بوزيتيف ودي نيجاتيف. طيب وهنا هيكمل الكرنت هنا، فعايز يمشي كده، فيخلي لي الناحيه دي بوزيتيف والناحيه دي نيجاتيف، برضه 0.5 امبير. هيجي يمشي هنا يخليه دي بوزيتيف ودي نيجاتيف، وبرضه 0.5 امبير. طيب فاضل اعمل ايه؟ قال لي فاضل ان حضرتك تجمع بقى الفولتج. اجمعها ازاي؟ قال لي بص، امشي من هنا لحد النقطة التانية، امشي يا من الطرف اليمين بتاع الفولتميتر للطرف الشمال، يا من الطرف الشمال للطرف اليمين. ايه ده مش هتفرق في حاجة؟ لا مش هتفرق في حاجة. ايه اللي هيفرق؟ انت لو مشيت مثلا من اليمين للشمال وطلعت لك بوزيتيف، لو مشيت من الشمال لليمين هتطلع لك نيجاتيف. طب انا شايف هنا نيجاتيفات او بوزيتيفات، لا يبقى هو بيلعب على الماجنتيود مش بيلعب على الايه، على الدايركشن، هو ما حددلكش حاجة. يبقى هو انا هقول مثلا ان انا همشي كده، يلا همشي كده هلف كده، واللي هشوفه بوزيتيف هكتبه، واللي هشوفه نيجاتيف هكتبه باشارته. طيب اول حاجه هخبط فيها، خبطت في البطاريه الصغيره دي، خبطت في التيرمينال البوزيتيف، خبطت في البوزيتيف يبقى اكتب بوزيتيف. بوزيتيف كام 0.02. طيب مكمل، خبطت في البوزيتيف ولا نيجاتيف بتاع الريزيستنس؟ انا خبطت في البوزيتيف بتاع الريزيستنس يبقى كتبت بوزيتيف. والدلتا في عباره عن ايه؟ عباره عن الكرنت اللي ماشي في الريزيستنس مضروب في ريزيستنس، يبقى 0.5 مضروبه في 0.25. اكمل، خبطت في النيجاتيف بتاع الباتري يبقى اكتب نيجاتيف اهو ماينس، والباتري قيمتها بكام؟ ب 2. بعد كده هكمل هنا، خبطت في البوزيتيف بتاع الريزيستنس، خبطت في البوزيتيف بتاع الريزيستنس يبقى اكتب بوزيتيف، والدلتا في هي الكرنت مضروب في الريزيستنس 0.5 مضروبه في 0.5. اكمل ماشي هنا خبطت في البوزيتيف بتاع الريزيستنس يبقى وكتبت بوزيتيف. الدلتا في اللي على الريزيستنس بكام؟ هي الكرنت في الريزيستنس يبقى 0.5 في 0.25. اكمل، خبطت في البوزيتيف بتاع الباتري يبقى اكتب البوزيتيف اهو، والباتري الفولتج بتاعها بكام 0.02. خلصت اكتب ايكوال بقى، واروح احسب الكلام ده على الكالكوليتر واشوف هيطلع بكام. يطلع الكلام ده كله على الكالكوليتر بكام؟ بنيجاتيف 1.46، اللي هي ابروكسيمتلي ايكوال نيجاتيف 1.5. طب احنا اتفقنا ان النيجاتيف دي جت ازاي؟ ان انا ببساطه كنت المفروض بدل ما امشي الف كده، لا كنت الف الناحيه التانيه. تمام، هل ده يفرق في حاجه؟ لا، انا عايز الماجنتيود بتاع الفولتج، ما يهمنيش الدايركشن بتاع الفولتج. يبقى اختار له ايه؟ هختار له التشويس ايه اللي هي فيها 1.5. ده يمكن من اصعب، يعني ما كانش اصعب سؤال موجود في ال 20 سؤال اللي حليناه. يعني بيعتمد، مدخل كذا شابتر ببعض، مدخل لي حته ان انا اصلا اهي احسب له ليه انديوزد، وكمان مقسمها لي. وبعد ما احسب له ليه انديوزد، عشان اجيب قرايه الفولتميتر لازم اعرف ان في ريزيستنس، والريزيستنس دي
قلنا مش شرط اقسمها، عادي احطها زي ما هي، بس هضطر استخدم اللي هي الكيف اللايه، او ان انا اشتغل من فولتج بتوين تو بوينتس، ان انا ايه، زي ما اتفقنا برص الباتريز بتاعتي. الريزيستنس لازم اجيب الدلتا في اللي عليها، عشان انا شغلي كله بيبقى فولتج. فبجيب الدلتا في ازاي؟ عباره عن الكرنت اللي ماشي في الريزيستنس، والف اللفه بتاعتي ايا كان. هلف من انهي نقطه للتانيه مش هتفرق، احنا قلنا احنا بناخد ماجنتيود، والفولتج اللي قابلته بالبوزيتيف كتبته بالبوزيتيف، والفولتج اللي خبطت فيه بالنيجاتيف كتبته بالنيجاتيف، وطلعت التوتال اللي هو طلع معانا ب 1.5. لو عملت سكان للكيو ار كود هتلاقيها محلوله في الموديل انسر، اللي هي تشويس بي. دي غلطه، هي الاجابه زي ما احنا طلعناها اهي 1.5 ايه فولت. طيب question 20 يقول لي the opposite figure represents 3 metal pieces A و B و C hanging and oscillating as a pendulum between the poles of a magnet. يقول لي if each piece is set into motion with the same initial speed between the same poles، عايز the relation between their stopping times، هيقفوا بعد قد ايه. طيب تعالى كده نتخيل السيناريو اللي هيحصل. واضح كده ان انا عندي بي وسي الاثنين ايه كانوا بادئين من مسافه كبيره، انما ايه بادئ من مسافه ايه صغنطوطه. بمعنى ان انا لما اكون بادئه من مسافه كبيره كده، يعني شادد البندولم بتاعي جامد كده، فيقعد ايه هيأسليت مسافه كبيره، فيقف بعد ايه بعد تايم كبير. انما لما اكون بادئ من حته صغنطوطه فهيأسليت ايه حته صغنطوطه. تمام تمام. يبقى اول حاجه انا خدت بالي منها، اول حاجه انا خدت بالي منها، انا عندي هنا ايرن وعندي هنا ايرن. تمام، الاتنين شبه بعض في كل حاجه، بس ده مسافته اكبر، بادئ من مسافه اكبر، يعني هيأسليت وقت اكتر، يعني الستوبنج تايم بتاعه اكبر من دي. ماشي، يبقى كده من غير ما ادخل ماجنت ولا أي حاجه عرفت ان التي بي اكبر من التي اي، عشان الاثنين نفس الظروف، نفس الظروف بكل حاجه ايا كان اللي هيحصل، بس ده ايه هيأسليت حته اصغر ايا كان اللي هيحصل فيهم هما الاثنين. طيب نشوف بقى إيه الموضوع بتاع سي ده، ايه اللي هيحصل. قال لي واضح كده ان انا عندي هنا جلاس، واضح ان انا عندي هنا ايرن. طيب ايرن وعندي هنا بولز اوف ماجنت وبيتحرك، يبقى اكيد طالما عندي متر بيكوندكت وبيتحرك في بولز بتاعت ماجنت، يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى هيحصل ماجنتيك اندكشن. طيب انا بقرب للماجنت، يعني الماجنتيك فيلد اللي الايرن شايفه ده بيزيد. تمام، يبقى الانديوزد كارنت اللي هيعمل لي انديوزد فيلد في الايرن ده هيبقى اوبوزنج ولا دايركت؟ قال لي هيبقى اوبوزنج. ليه؟ ان انا بزود، هو بيقرب للماجنت فهيعمل لي اوبوزنج. اوبوزنج يبقى هو مش عايز يقرب، كأن كده في فورس هو ماشي كده، فهيتولد عليه اوبوزنج فيلد هيريبل من الماجنت. يبقى هو اصلا بيتحرك كده هيتولد عليه اوبوزنج فيلد بتريبل من الماجنت، عايز يحصل بينه وبين الماجنت ريبولجن. تمام، فكأن في فورس كده ايه بتزقه وترجعه مكانه، بس هو عايز يتحرك لقدام، فالفورس دي بتزقه قدام الفورس دي، فاللي هيحصل الفيلوسيتي بتاعته هتديكريز بسرعه وهيقف. تمام، يبقى الماجنت ده هيعمل لي ايه؟ يبقى الماجنت ده لما يشوف ايرن هيوقفه، عشان هيحصل ما بينه وبين الايرن ريبالجن، فهيوقفه، هيأثر على الفيلوسيتي اللي هو بي ايه ماشي بيه. انما الجلاس ولا شايف اي حاجه، هو ده اصلا كوندكتنج ميتال؟ لا ده مش كوندكتنج ميتال ولا ميتال اصلا، عمال يتحرك 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 يتحرك، هياخد وقته عادي. يبقى التي سي ده اكبر وقت، اكبر من الاتنين دول. وقلنا كده كده التي بي اكبر من التي اي، لان ده برضه هيحصل عليه على فكره ريبالجن، هو عايز يتحرك كده فهيحصل عليه ريبالجن من الماجنت فتو فورسز بيزقوا قصاد بعض، كأن كده البندلم ده عايز يتحرك، فكأن في ايد كده هتسترقاه تروح زقاه فهيقف. طيب ده في ايد هتسترقاه وده برضه في ايد هتسترقاه، بس ده اصلا كان بادئ من مسافه ايه كبيره، وده كان بادئ من مسافه صغنطوطه، فاكيد ده هيقف اسرع، فالتايم اوف الستوبنج تايم بتاعه اقل. وهكذا البي اكبر منه، التي سي احنا قلنا اكبر تايم ليه عشان ده جلاس مش هيتاثر اصلا بالبولز ولا كانه شايف حاجه، يبقى اختار له التي اي اصغر من التي بي اصغر من التي سي. فين ده في التشويسز؟ ده اللي هو تشويس بي. كده نكون خلصنا ال 20 سؤال بتوعنا، يعني اتمنى ما تكونش تهت مني او ما تكونش توهتك. الاسئله افكارها صعبه، وده عشان هي advanced questions، يعني ما تتوقعش ان الامتحان هيكون كله advanced questions، بتبقى نسبة بسيطة قوي بيقيسوا بيها الطلبة، او بتحصل فلتريشن كده للطلبة اللي هو الطالب بقى المتفوق قوي، يعني ممكن لا يتعدوا السؤالين او الثلاثة، ومش هيكون فيهم حاجات ماس بالمنظر ده كده، لان هما بيراعوا حتة علم علوم وعلم رياضة. فما تقلقش نفسك،
اتمنى ما اكونش تهت مني، اتمنى اكون استفدت، ونتقابل على خير في فيديو جديد ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع.